ميزو، ايه الاخبار؟ ميزو. احنا ان شاء الله دقيقتين بالظبط وهنبدأ على طول. لا، عندنا صوت لا. طب خلينا نبدأ عشان خاطر وقت الناس، وعشان ما أخرش حضراتكم أكتر من كده.
اولا انا مبسوط جدا وسعيد جدا ان احنا يعني بنتقابل النهارده عن طريق زوم. آه، لحضرتك الاخبار. خلوني ابتدي على طول وما اعطلش وقت حضراتكم. احنا الاول انا اسمي ايه وبعمل ايه وكل الكلام ده هنتكلم فيه. خليني بس افتح الاول. ده كده بداية الكلام اللي هنتكلم فيه. انا اسمي ايه؟ انا اسمي مازن ابراهيم. شغال في مجال المبيعات والتسويق والمجال العقاري عامة بقالي من 2010 2011. يعني عندي الحمد لله أكتر من بيزنس ليه علاقة بالتسويق وليه علاقة بالتسويق العقاري. لينا في السعودية وفي مصر وفي دبي. واشتغلت على الأسواق ديت وبقالي أكتر من 4 سنين متخصص مع المغتربين، سواء بقى المصريين أو الجنسيات التانية، سعوديين وكويتا وإماراتيين ومن ليبيا ومن الجزائر، يعني فاضل لي تونس. آه، دول لسه ما اشتغلتش معاها يعني. لكن أنا متخصص في التسويق العقاري الخاص بالمغتربين اللي حابين يعرفوا السوق في مصر عامل إزاي، أو اللي من جنسيات أخرى عرب أو خلايجة بيكونوا حابين يشتروا في مصر بس لسه مش عارفين الخريطة ماشية إزاي. فانا بقالي سنين متخصص في الموضوع دوت، وانا هكلمك من كذا وجهة نظر. اول وجهة نظر اللي انا زي زيك، انا في الاول وفي الاخر بشتري عقارات لنفسي. فانا عليا اقساط وعليا التزامات، ومن سنين وقدامي لسه سنين جايه كتير ليها علاقه بالاقساط والالتزامات. فانا هكلمك من وجهة نظر الشخص اللي شغال جوه المجال، وهكلمك من وجهة نظر العميل، وهكلمك من وجهة نظر البيزنس اونر اللي عنده بقى شغله ومجاله وبيفكر فيه ازاي. فده كده بريف صغير كده عني يعني. طب ايه الهدف من الويبينار ده او ايه الهدف من المبادره دي؟ الهدف ده مش عشان بيع ولا في عرض ولا في اوفرات ولا في ضغط ولا الكلام بتاع السيلز ده خالص. الموضوع ما هو الا لسببين. اولا انا كنت واحد زي حضراتكم، لما جيت اشتري ما لقيتش حد يقول لي الخريطه فين، اروح فين، اجي منين. ما حدش كان بيعرف حاجه. هو انا في الاول وفي الاخر بتعتمد على نفسك كده وبتروح وبختك يا ابو خيط. فانا كنت واحد من الناس دي من يعني 2014 مثلا. فما كنتش عارف حظي الحلو اللي ربنا وفقني ساعتها في شركات حلوة اكتشفتها بعدين. تاني حاجة من بقى السفر ومقابلة العرب والمصريين اللي موجودين بره مصر، في كمية معلومات بتتقال بجد مش صح، وحاجات فيها جزء صح وفي حاجات جزء حتى الصح ملفوف حواليه كمية غلطات مش طبيعية. فبلاقي ان حرام، لا الكلام مش صح كده. الكلام فيه فترة شوية، الكلام فيه افوره شويتين ثلاثة. ومتصور لنا اللي احنا كسوق عقاري في مصر وحش جدا ومفيش حد بيسلم، والكلام اللي حضراتكم طبعا عارفين. فانا بالنيتين دول وبالنية دي وبالغرض ده اللي انا الهدف من الويبينار. اللي لا احنا عندنا حاجات كويسة، ولا انا وانا في مكانك كنت محتاج حد يجي يشرح لي زي الدكتور كده، يشرح لك انت حالتك في ايه ويديك الادوية في الاول في الاخر بتاعتك يا تاخد الدواء او لا. فده الهدف والنية من وراء الويبينار ده. طب هخش في الموضوع على طول. ده كده تجميعات من العملاء او من المغتربين. لما تيجي تسالهم انت ليه او إيه اكتر حاجه مخوفاك، او ده تجميعة بالبلدي كده. مفيش كلمه اللي مكتوبه هنا غير لما انا خدتها من عميل قعدت معاه قبل كده، سواء فيس تو فيس او زوم او تليفون. فده هتلاقي تجميعة لاكتر الاسباب اللي شفتها وسمعتها من المغتربين. اول حاجه، اشتريت في مكان غلط. ودي حتى في ناس كتيرة دخلت في الاستبيان وكتبت انا اشتريت في مكان غلط او انا اخترت غلط. دفعت سعر اعلى من السوق ده في الريسيل. يعني الناس اللي بتشتري الريسيل اعادة بيع بيكون دايما عنده الهاجس دوت. او وثقت باشخاص غير مؤهله. الاشخاص الغير مؤهله هنا يا جماعه مش مقصود بيها بس السيلز اللي انا اشترى لي، ممكن يكون محامي، ممكن يكون قريبي، ممكن يكون صاحبي، ممكن يكون واحد دخل اشترى في مكان فانا عرفت ان صاحبي اشترى فيلا بينا. خدت قرار عاطفي اصل الاولاد عاوزين المنطقه ديت وبيقولوا عليها حلوه فيلا بينا. آه، الصوره الكبيره مش واضحه لي، انا مش شايف الزوم اوت من فوق كده، لا انا بس بالبلد كده. خلي بالكم انت بتشتري اللي بيتباع لك،
مش شرط بتشتري اللي انت عايزه. يعني الحاجات دايما انت بتعرفها نتيجة الاعلانات الكتيرة اللي جات لك، فانت شفت المعلومة ديت، فشفت المشروع دوت، فخلاص فقررت اللي هو انا هشتري فيه. لكن مش شرط اللي يكون اتباع لك او شرط يكون اتعرض لك هو افضل حاجة تناسبك. طب الهدف مشتت، ودي اكتر حاجة بقى. يعني ايه الهدف مشتت؟ في ناس كتيرة جدا بتشتري الشقة بغرض اللي أنا أسكن فيها، ويوم ما أكون عاوز أشغلها سواء إيجار أو بيع، أو العكس، أنا هشتري شقة عشان لو ما عرفتش أبيعها أسكن فيها. فده حابب أقول لكم، ده ما بتوصلش لحاجة. دي أكبر فخ وأكبر غلطة، إنك تخش بنيتين: أشتري شقة عشان أجرها، طب لو عشان أجرها أبيعها. ده ما بيحصلش يا جماعة. طب داخل أشتري وهبيع العقار ده بعد سنة 6 شهور. أنا مش عارف في تمام. هشتري اشتري بعد سنه، سوري، هبيع بعد سنه او بعد 6 شهور او بعد سنتين. الكلام ده كانت فتره وموضه حصلت في 2023 نتيجه لظروف، وبعد كده الموضوع ما بقاش يجيب همه، بالعكس بقى يخسر. فناس كتير داخله عشان ايه؟ شويه وفلابنج شويه وتقلب. طب داخل في ناس كده بتخش تشتري بكل الفلوس اللي معاها تحت بند الريسك، واللي ما عندوش اللي ما بياخدش مخاطره ملوش قلب، واللي ملوش قلب ملوش رزق، والكلام الغريب ده. فبيخش بعزم ما فيهم، جاله فلوس فيلا بقى يلا اشتري 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 اشتري. فده برضو كارثه. داخل اشتري مع مطور عشان بس سعره او عامل اوفر حلو فاغراني فزغلل عيني. لكن المطور ده انت شفت ثبت اعماله، انت شفت غالبا ما بيكونش انت شفت اي حاجه خالص. انت داخل وعلى الله. العقود ما بتتقريش. يعني مش عاوز اقول 90 ل 100% من العملاء ما بيقروش العقد، يعني الا ما رحم ربي. واحد او اتنين في وسط 50 عميل تلاقيه مسك العقد قراه، الباقي بيمشي عينه كده. سالت واحد صاحبي عارف ان ليه في العقارات، فقلت اشتري زيه او اشتري معاه. شوف انت اشتريت فين يا ابن الناس وانا معاك، بس تحت بند الثقه. كلام صح، الثقه موجوده، ولكن اللي يناسبه ما يناسبكش والعكس صحيح. فهتلاقي دول تجميعات كل الاسباب اللي بتخليك تشتري غلط، او خايف تشتري، او اللي انت بتسمعه، او حاجه انت ندمت وحصلت معاك. طب واظن هتلاقي حضراتكم في سبب او اتنين، يعني ايه انت عديت بيهم قبل كده. هنخش بعد كده في حاجه دايما بتتقال: العقار ولا الذهب؟ ودي من اكتر الحاجات اللي انا بشوفها حاجه سؤال عبثي ومقارنه يعني مش منطقيه، ومقارنه ملهاش اي علاقه ولا موضوعيه، ولا مش فاهم ايه المقارنه اصلا بين العقار والذهب. الذهب هو دايما وسيله عشان توصل لتارجت معين. التارجت ده بقى كان تارجت شقه، كان تارجت عاوز تفتح فرع ليك، كان تارجت عاوز تدفع مصاريف مدارس، كان تارجت السفريه، ايا كان. الذهب هو وسيله، هو بيبي ستيبس، هو خطوات عشان اوصل للتارجت النهائي. التارجت النهائي ده بقى هيبقى عقار، التارجت النهائي ده هيبقى مشروع، التارجت النهائي ده بقى هيبقى مدارس، التارجت النهائي وات ايفر. فاصلا دخول الذهب اسهل 1000 مره من دخول العقار. وانا ما شفتش حد بيشتري عقار من اول 5 مليون لغايه 50 و150 مليون و200 مليون و700 مليون ما بيكونش شاري ذهب وعقار. ففي مفيش حد بيشتري عقارات مش شاري ذهب. يعني ما شفتهاش. ده في ناس بتشتري ذهب وفضه ونحاس وكل المعادن. فالدهب سهل الدخول منه وسهل الخروج منه. احلى واعظم سيوله موجوده معاك بعيد عن ايدك وبتزيد عشان التحوط. هو يا جماعه كده كده مفيش دهب قيمته بتزيد، هو التحوط هو بيخلي ايه تحوط يعني ايه؟ يعني قيمه الفلوس بتاعتك ما تقلش. لكن الذهب في حد ذاته طول ما هو جنبك هو مديك احساس بالامان، لكن في فلوس داخله منه مفيش. بس هو معاك سبيكه 2 10 كيلو 2 10، هم جنبك. جنيه من اول ربع جنيه لغايه 100 كيلو هو جنبك. بيجيب فلوس؟ لا. بس هو بيعمل لك ايه؟ بيعمل لك احساس حلو جدا بالامان، واحساس حلو جدا بالسيطره، انك في اي لحظه تقدر تبيع. طب العقار دخوله صعب جدا. والعقار هنا مش مقصود بشقه. يعني اخر حاجه ممكن نتكلم مع بعض فيها ان العقار هو الشقه. الشقه يا جماعه هو زي ما يقول لك كده استثمار الجبان. الشقة هي للسكن وبس، هي اسمها شقة سكنية ملهاش أي غرض تاني غير السكن فقط. فالعقار أقصده به هنا محل محل عيادة، وحدة فندقية، وات ايفر، أي حاجة، أي حاجة غير الشقة.
خلاص كده. طب فدخول العقار سهل جدا، سوري، دخول العقار صعب جدا، والخروج منه صعب برضه. يعني ما حدش يفتكر ان خروج العقار صعب، او انا عاوز مشروع لما كنا افكر ابيع يتباع بسرعه. لا يا جماعه، انا حابب اقول لكم ان ده يكاد يكون مش موجود، وده حاجه مش هتحصل. ودي فكره حاولوا تبعدوها عن تفكيركم، لان هي مش هتوصل لحاجه. العقار بيعته صعبه، بيعته صعبه. طب امتى يكون بيعته سهله؟ بعد سنين، سنين كتيرة تقدر تبيع وتبقى كسبان. اللي حصل السنين اللي فاتت اللي الناس تعرفها، فكرة بعد 6 شهور هبيع وبعد سنة بيع، دي بطلت خلاص. طب اللي انا هقول لكم مثال، ده مثال حقيقي من عميل، يعني انا مش بجتهده. في حد كان كلمني قبل كده وقال لي مثلا انا معايا من 2 ل 3 مليون، انا مش متذكر الرقم قوي، انه من فتره يعني، فعاوز اشتري شقه. بصوا يا جماعه، بلاش الطموحات الزياده شويه، يعني بلاش ب 2 3 مليون عاوز اشتري شقه متشطبه استلام فوري في كومباوند في التجمع، ده مش هيحصل يعني، ده مش هيحصل خالص. وعشان اكون صريح معاكم اكتر، الفرصه دي اللي انت بتدور عليها وحضرتك بره البلد، ولاد البلد كانوا لو لقوها كان ما كنتش جات لك. يعني مثلا اظن واكاد اجزم ان طالما حضراتكم بره مصر هتلاقي اتعرض عليكم بيت الوطن، اراضي بيت الوطن. لو هي حلوه قوي كده، يعني انا من الناس اللي لقوا اي بيت الوطن على باي شكل من الاشكال يعني، لو هي حلوه قوي كده وفيها فرصه عظيمه ما كانتش خرجت لك. خلاص كده، لان التجمع مليانه ناس معاها فلوس، والتجمع فيه من 3 ل 4 مليون واحد بيعدي، فهم شايفين. وموقع بيت الوطن كموقع، موقع حلو جدا، كإدارة وتشغيل وحش قوي. فالمهم، فبلاش الطموحات بتبقى زيادة شويتين، لا خلينا على الأرض. أنت مش عاوز تشتري فوري، أو عاوز تشتري فوري عشان قلقان خايف، دي قصة تانية. يعني أنا قلقان أحسن المطورين ما يسلموش في وقتهم. يعني من ضمن الأسئلة اللي كانت مكتوبة، أو في الناس اللي كتبت استبيانات، أنا قلقان من الاستلام، أنا قلقان اللي بسمع إن المطورين بيتأخروا، ودي ليها علاج. بس أنا بقول لحضرتك، مش عشان المطورين بيتأخروا خلاص، أو بعض المطورين بيتأخروا، أو اللي بيتعرض عليك بيكون مش أقوى حاجة، فتعمل ايه؟ تقوم رايح حاطط فلوسك كلها كاش عشان بس اطمن، ده مش حل. فدايما انا بفضل انك انت شقه ب 5 6 مليون كبيرها، استلام 3 سنين. وخصوصا امتى تشتري فوري؟ لو انت هتسكن بكره، فبتحط ال 10% بتاعتها اللي هي سي من 500 ل 600 الف جنيه، والباقي من مليون ونص، مليون وربع، مليون 400 بيتحطوا في دهب، سواء سبائك او جنيهات او وات ايفر يعني، بس بلاش مشغولات. والذهب ده تفضل طول ما انت ماشي بيتسيله عشان تغطي الاقساط. اوعى. في ناس كتيره جدا بيدخلوا الاستشارات عاوزين فكره ايه، انا معايا ايا كان الرقم اكس، 5 مليون، 10 مليون، 16 مليون، وات ايفر الرقم، مش مهم دلوقتي الرقم، انا عاوز احطه في حاجه واحده تحت بندي، انا مش في ليه. يعني يا جماعه، احنا قيمه العمله طول الوقت وانت بره كسبان، اللي هي نسبيا لما تيجي تدفع قيمتها بتقل شويه. فما تحطش فكره ان انا احط فلوس كلها مره واحده ملهاش سبب، اشتري بيها ذهب. يبقى انت في الاخر الذهب ده قيمته بتزيد، وبيدفع لك القسط، وبقى لك قسط وشويه كمان فائض. فالعقار اصل ثابت، ولكنه استثمار ممل. لازم تكون وانت داخل للعقارات انت عارف اللي هو استثمار ممل طويل. مش سنه سنه، الطويل ده يا جماعه من اول 7 وانت طالع، من اول 7 سنين وانت طالع. لكن 1 او سنه او 3 او 4 او 5 ما بنصحش بيها قوي، لانك انت لما تيجي تحسب الار او اي، وهنحسبها بعد قدام شويه، والعائد والكلام ده، مش هتلاقي نفسك مكسب قوي يعني هتلاقي نفسك دافع مبلغ وكده يعني. وخصوصا لو الميزانيه مش كبيره. الميزانيات الكبيره اقدر اقول لك تكسب، لكن الميزانيات القليله شويه لا، الموضوع هيبقى صعب قوي. فده كده فكره العقار والذهب، هو ما فيهمش اي مقارنه، هو ده بيخدم على ده، دي وسيله عشان توصل للغايه بتاعتك. العقار لازم تكون عارف انك انت لازم يكون بالك فيها طويل، صبور، استثمار ممل ولكنه مربح، اصل بيزيد كل سنه، اصل بيزيد كل سنه، ولكن الخروج منه مش سهل، ودخوله برضه مش سهل. الذهب، الذهب هو احسن وسيله عشان فلوسك تزيد، واحسن وسيله عشان تحقق التارجت اللي انت عايزه. طب هنخش في حاجه كده، دي انا بشوفها من اهم ال- الاجزاء او البارت اللي موجوده في الويبينار، لان ده انا بكتشفها بقى وبشوفها
مع عملاء كتيرة جدا جدا جدا. هو بيبقى ياول ده مش عارف فين الخريطة بتاعة البلد. هو بيسمع إن في حاجات حلوة بتحصل، لكنه لا عارف فين ولا شافها ولا عارفها. أنا بس أستأذن أي حد، أستاذ محمد، الخريطة كده واضحة عند حضرتك؟ حد يقول لي ألو؟ الخريطة يعني واضحة لو يا عباس، الخريطة ده واضحة. واضحة تمام، ماشي، شكرا لحضرتك. ده يا جماعة الخريطة اللي بتبقى خريطة عقارية أفضل ألف مرة من خريطة الجي بي إس أو أي خرائط تانية. دي كده محافظة القاهرة، يعني اللي لونها أصفر دي كده محافظة القاهرة كاملة. خلاص. القاهرة بقى، القاهرة القديمة والقاهرة الجديدة لغاية ما تروح العاصمة. فكل ده وسط البلد وجزء بتاع مصر القديمة. خلاص، اللي هو بقى في وسط البلد ومدينة نصر ومصر الجديدة خلاص. كل الجزئية دي كده، ودي ما بقاش فيها أي فرص ولا فيها أي حاجة خالص، خلاص يعني. تعالى بس نتكلم على الأماكن اللي فيها فرص أو مش فيها فرص. تشوف بقى فكرة التجمعات بتبقى عاملة إزاي، بادئة منين لفين والكلام ده. التجمع يا جماعة مربوط أو محصور ما بين طريقين مهمين أوي. ده اسمه طريق السخنة، إن شاء الله يبقى باين. كل ده اسمه طريق السخنة، ماشي، كل ده التجمع. وده طريق السويس. فالتجمع الخامس والثالث والأول، كل التجمعات عامة محصورة ما بين طريق السويس أهو وطريق العين السخنة، هم دول، وفي النص ما بينهم كل ده التجمع. أكيد بتسمعوا عن الدائري الأوسطي. هو ده الدائري الأوسطي. الدائري الأوسطي دوت بيفصل التجمع اللي هو ده كده التجمع نيو كايرو، اللي هو التجمع الخامس، شارع حسين الجنوبي، شارع حسين الشمالي والكلام ده. وهنا بيربط حاجة تانية اسمها التجمع السادس، أظن سمعتوا عنها، العاصمة الإدارية. كل دي العاصمة الإدارية. وأكيد سمعتوا عن المستقبل سيتي. كل دي المستقبل سيتي. وطبعا مدينتي. فالدائري الأوسطي ده هنا التجمع. ده كده التجمع. خلاص، نيو كايرو. بتعدي الدائري الأوسطي عن طريق نفق، بتنزل من تحت الأرض وتطلع هتلاقي التجمع السادس، العاصمة الإدارية. كل دي كده العاصمة الإدارية. بعد كده المستقبل سيتي. بعد كده هنا مدينتي طلعت مصطفى. وبعد كده تطلع على طريق السويس. فالتجمع التسعيني الجنوبي ده ناحية طريق السخنة، والتسعيني الشمالي ده ناحية طريق السويس. طب أنا ليه بكون قاصد، ويمكن دي أنا بشوفها من أهم الأجزاء اللي في الويبينار، إن حضرتك تشوف بعينك الدنيا عاملة إزاي. ودي خريطة مش خريطة جي بي إس، دي خريطة عقارات بالمشاريع بكده. فطريق السخنة ده، دي ما تجمع السادس ده يا جماعة، الحاجات ديت اللي فيها مشاريع سكنية بس، تبقى أرض وست أدوار، أو أرض وخمسة، أرض وستة. بعد كده دي العاصمة، تمشي على طول زي ما أنت تجمع السادس هتلاقي تخش بقى داخلة العاصمة الإدارية. هي دي داخلة العاصمة الإدارية، ومحور بن زايد الجنوبي ومحور بن زايد الشمالي. بن زايد الجنوبي وبن زايد الشمالي ده يا جماعة هو امتداد للتسعين الجنوبي والتسعين الشمالي، هي. طب دي كده كل دي العاصمة، ماشي. طب هتلاقي حاجة اسمها ار 1 وار 2 وار 3 والار 4 والار 5 والار 6. كل ده الارات دي كلها الحاجات السكنيه. اشهر ارات بتسمعوها الار 7. ده كان 45 كومباوند واوريدي هو خلاص يعني انتهى. وادي الار 8 دي اللي لسه للناس المهتمه بالعاصمه بيبقى فيها لسه مشاريع، لان هي ضعف ونص الار 7. وهتلاقي دي المنطقه اللي بيقولك فيها منطقه دبلوماسيه اللي فيها السفارات وكده، عشان مثلا اي مشروع ممكن يكون يتعرض على حضراتكم في العاصمه الاداريه في الار 8، هو يقول لك احنا جنب حي السفارات، وهو عنده حق، والدبلوماسي والكلام ده صح، لان هو رابط ما بين ده وما بين السابع اهو وما بين الثامن.
انا بس يا رب تكون الدنيا واضحه، انا بحاول اكرر نفس المعلومه عشان الدنيا توضح اكتر. خلاص، فالار 8 ده اللي فيه الكومباوندات السكني اللي موجوده دلوقتي في العاصمه الاداريه. طب التجاري، اللي بيهتم بالتجاري والاداري والحاجات ديت، لان هي الافضل. ده هنا منطقه اسمها منطقه التاورز، ده شريط الابراج السياحيه. ده الجزئيه دي يا جماعه اسمها النهر الاخضر. هو النهر الاخضر هو سكيب كبير يعني، مش مقصود بيه نهر بمعنى نهر يعني، مش معناها بحر. فده التاورز، دي من احلى واجمل الاماكن، هي ناطحات سحاب، معظمها ناطحات سحاب. ووراها الداون تاون، وراها سوق الذهب ومسجد مصر لغايه ما نروح للجزئيه ديت الخاصه بالمنطقه الماليه وحي الوزارات، ودي اوريدي شغاله. التشغيل الفعلي بدأ فيها في 31 مارس السنة دي. كل اللي فات ده كان بس تجريبي. الوزارات هناك والبنوك هناك والبنك المركزي هناك، والبورصة والبوسطة وكل حاجة. وادي رئاسة الوزراء يعني، مجمع ده ميدان اللي فيه الوزارات، وهتلاقي ان هو البرلمان، وكل الحاجات دي شغالة. كل الحاجات دي شغالة، وشغالة بطاقة كبيرة، والموظفين هناك يعني الحي المالي أحلى استثمار في الدنيا في المكاتب الإدارية. كل ده بيبقى مكاتب إدارية. اللي عاوز التجاري بيروح عند الأبراج، لو القدرة الشرائية تقدر تروح عند الأبراج طبعا، سواء تجاري أو فندقي في الحتة دي. بس الداون تاون يعني مش من الناس قوي انا اللي متحمس الداون تاون، بس يعني بحكم الزمن بعدين هتبقى كويسه، لكن دلوقتي ما تستناش منها عائد خالص 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 خالص. يعني الداون تاون يا جماعه مش قبل من 10 ل 15 سنه، عشان ما حدش يكون يعني متعشم في حاجه قبل كده. يعني وده وتشز برضو حاجه لطيفه، يعني في الاول وفي الاخر انت بتشتري في الداون تاون وسط البلد الجديده اللي هتبقى وسط البلد الجديده يعني. انت عارف ان وسط البلد او القاهره عقبال ما عمرت قعدت سنين السنين. فالعاصمه مش تعمر، وما تقارنهاش مقارنه ظالمه. ما هو التجمع ده يا فندم من سنه حاجه و90 هو بيتعمر، وكل اللي احنا فيه دوت هو اقل من 50% من طاقته. يعني كل اللي احنا فيه ده ورايحين جايين، ولو التجمع زحمه والناس بتشتكي من زحمه التجمع، واحنا 50% اصلا من طاقته يعني. فالمهم، لما نخرج كده من العاصمه نروح للمستقبل سيتي. المستقبل سيتي ده يا جماعه مقسومه نصين. من احلى الاماكن للسكن، هي سكن يعني، من احلى الكومباوندز اللي موجوده. فيها تطوير مصر، فيها بالمي، فيها ماونتن فيو، آه، فيها حسن علام. دول من اشهر الحاجات اللي موجوده، من احسنهم. فيها القمزي من الاماراتيه، شركه محترمه قوي هي دي، سبحان الله انا قلتها بالحظ ووقفت قصادي كده. القمزي من الشركات الحلوه جدا 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 في الحته دي. طيب شايف الخط ده بقى؟ الخط ده ما كانش موجود من اولموست اقل من سنه. جه واتقسم وبقت الحته دي اسمها مدينه مدى. دي من افخر واضخم واشيك واغلى الاماكن هتبقى موجوده في مصر. مدينه مدى دي فيها مين؟ فيها سودك، فيها اعمار، فيها الفطيم. دول اشتروا هناك وباعوا هناك. اعمار بقى باعت السنه اللي فاتت، وسودك السنه اللي فاتت برضو اخرها، والفطيم برضو نفس الكلام. دي منطقه جامده جدا 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 جدا. المنطقه بقى اللي بقت محظوظه قوي، وممكن يكون في ناس كتيره برضو تسمع عنها، اسمها سراي. سراي دي تبع شركه مدينه مصر، اللي السي او بتاعها عبد الله سلام، اللي بيطلع في شارك تانك، ابو النضاره اللي بيلبس اسود في اسود. فدي سراي. اللوكيشن بقى بتاعها محظوظ جدا ليه؟ لان هي بقت لازقه في مدينه مدى، واحده من افخم الاماكن والمدن اللي هتبقى موجوده في الشرق الاوسط، اللي بسبب تقل المطورين اللي فيها حاجه تقيله قوي. فهي بقت لازقه فيهم ولازقه في مدينتي. يعني ادي مدينتي اهي. يا رب تكون بس الدنيا واضحه عند حضراتكم يعني. كل دي مدينتي. كل دي مدينتي. ماشي، فمدينتي اهي، سرايا اهي، مدينه مدى اهي. مدينتي يا جماعه بتاعت طلعت مصطفى، اللي مش عارف يعني، دي بتاعت طلعت مصطفى طبعا، اللي عامل مدينته وعامل الرحاب يعني، واحد من اشهر المطورين في الشرق الاوسط يعني.
فكل ده كده احنا على طريق السويس. فاللي بيقول لك انا في سراي بينه وبين المطار القاهره، طبعا قريب جدا، ادي المطار اهو. بس وادي سرايا اهي، بالظبط بالظبط على جي بي اس 19 21 دقيقه حاجه كده، بتطلع على طريق السويس على طول لغايه ما يبقى في وصله بتدخلك المطار. فهي مش بعيده، ده قريبه جدا على فكره، يعني 19 دقيقه ده رقم سهل جدا، وكمان الطريق سريع وماشي على طول، فالدنيا ما بتحسش بيها. فده كده طريق السويس. واحده من اشهر واقوى الشركات اللي موجوده في طريق السويس سعاده، دي شركه اماراتيه. ده على السويس الرئيسي. احنا في طريق السويس يا جماعه عندنا عندنا حاجتين. عندنا طريق السويس الرئيسي ده، وطريق السويس القديم. بس. يعني انا مش عاوز اعمق اكتر عشان الناس ما تتوهش مني. وبعد كده الموازي لطريق السويس هو طريق اسماعيليه، عشان في ناس كده اكيد بتسمع عن منطقه هليوبلس الجديده. فده كده طريق اسماعيليه اهو، والعبور وكده، ده طريق اسماعيليه. هتلاقي اشهر الكومباوندز هناك شركه امكان الاماراتيه، شركه مشروع البروج على طريق اسماعيليه عند كارتة العاشر. وكل دي هليوبلس الجديده. هليوبلس الجديده دي برضو من الاماكن اللي هتبقى حلوه جدا قدامها 10 15 سنه او اقل. دي فيها مين؟ فيها سودك، فيها مدينه مصر عندها مشروعين، فيها الجار، فيها آه، نيو جيزه عامله هنا نيو كايرو بتاعت الجمال. يعني منطقة حلوة. وانت من هنا في البروج في اسماعيلية، وادي هليوبلس الجديدة، هي دي هليوبلس. بتنزل في مدينتي على طول. يعني انا بحاول ازوم شوية. مدينتي اهي، وهليوبلس الجديدة اهي. بتاخد محور اسمه محور جمال عبد الناصر، تنزل تبقى هنا اهوت، في تخش من بوابة 4 عند اوبن اير مول. يعني دي مدينتي، بتخش من هليوبلس لمدينتي على طول. انا مش حابب اطول فيها عشان الموضوع ممكن يتوه، فانا مش حابب كده. فالمهم ادي كده طريق اسماعيلية، طريق السويس، واخيرا راح فين؟ طريق العين السخنه. طب تعالى نروح الناحيه التانيه لزايد. يعني زايد ما فيهاش نفس الحجم بتاع التجمع، لان التجمع ممتد معاك تجمع سادس ومستقبل سيتي وعاصمه ومدينتي وقصه اكبر شويه. لكن الشيخ زايد دلوقتي يا جماعه هي الشيخ زايد الجديده، عشان نكون صراحه، اللي هي نيو زايد. دي الحته اللي قدام مطار سفنكس. بس هو ده المطار سفنكس، هو شغال اوريدي وناس كتيره سافرت منه يعني. هي دي نيو زايد. نيو زايد فيها طريقين. نيو زايد دي يا جماعه بعد الكارتة، وانت عديت طريق مصر اسكندريه الصحراوي ورايح اسكندريه، تقطع الكارتة. بعد الكارتة ب 20 كيلو او 25 كيلو بتلاقي مطار سفنكس اهو، وقدامه الكومباوندز اللي هناك. مشاريع كلها محترمه قوي 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 قوي. 10 12 كومباوند، حاجه من المحترم، حاجه محترمه جدا. طيب فيها جزئين، في صف مباشر على طول قدام المطار، وفي طريق على محور اسمه محور الضبع. هناك في مين؟ هناك في اعمار، هناك في سودك، ازها، بيبل اند بليسز، تطوير، يعني اسماء شركات كتيره قوي 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 هناك. آه، لوجار جيتس، في حاجات كتيره جدا 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 هناك. وكلها دي جويا، يعني في شركات كتيره. مراسم نسيتها صحيح. في شركات كتيره جدا هناك. وكلها حاجات سكني، يعني ما فيهاش الكوميرشال الكبير قوي. الكوميرشال اللي الناس بيفكر في التجاري والاداري في الشيخ زايد، فهنروح لزايد دي القديمه. زايد الجديده لسه اللهم كم مشروع كده عرض التجاري بتاعه بس، لكن لسه ما فيهاش. زايد القديمه هتروح عند محور محور 26 يوليو، هو يمكن الاشهر. وعند اركان. دول اشهر حتتين اللي تهتم بيهم لو انت حابب تشتري في الاداري والتجاري والطبي عامه يعني. طب آه، الزغلول الكبير طبعا، الساحل الشمالي. الساحل الشمالي يا جماعة من أول اسكندرية أهو، تمشي 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 لغاية ما تروح. ماشي. الساحل متقسمة لأجزاء، زي ما بيقولوا كده. الساحل الطيب،
انا بس عاوز اجيب لك من اول قرية خالص اسمها سيدي كرير، بطاش، العجمي، كل ده اسكندرية، 6 اكتوبر والتلات، كل ده سيدي كرير دي اول قرى الساحل، الساحل الطيب، من اول كيلو 21 او 25 لغاية الكيلو 95 او 98، كل ده ما يسمى الساحل القديم. كله بيبقى قرى زي ما انتم حضراتكم شايفين كده على البحر، بس كانت قرى ايه، جامعات، معاهد، نقابات، لكن ما كانش فيها البهرجه قوي. كان ده حال الساحل لغايه 2000 تقريبا و10، 2011 كان اقوى حاجه هناك. طبعا طبعا قبلها كمان كان في مراقيه، وكان الناس كانت بتقعد تتوسع تتوسع لغايه ما كنا بنروح مارينا. دي كانت هي اقوى حاجه، وكان بعدها صحراء لغايه مطروح. يعني كانت مارينا هنا، وبعد كل ده صحراء لغايه ما تروح لمرسى مطروح. طب مارينا كام واحدة؟ من واحد لسبعة على البحر. وفي جولف بورتو الناحية التانية، قبل الطريق، قبل الطريق وبحر الطريق يعني ايه؟ بحر الطريق أي حاجة على البحر، اللي هو في اتجاهك من اسكندرية لغاية مطروح، وأي حاجة على البحر اسمها بحر. القبل العكس وأنت راجع. فمارينا، وده اللي ممكن دلوقتي مش عارف حضرتك شفتوا اعلانات في شركات منزله حاجه اسمها لسان جوه الميه، كل ده جوه مارينا برضه. طب فين العلمين؟ العلمين بقى اللي عامله العلمين يا جماعه في منها جزئين. اولا العلمين هي منطقه قديمه جدا، وكان سوق، وكان كل الناس، يعني انا من الناس اللي بروح الساحل من زمان قوي قوي يعني. فكلنا كنا عاوزين اي حاجه تجيبها، اكل او شرب، السوق يعني من الاخر كنت تروح العلمين. العلمين كانت في قبل الطريق سوق، سوق لاهالي العلمين نفسهم، زي راس الحكمه. خلي بالك راس الحكمه دلوقتي في ناس اوريدي موجوده هناك، اهل راس الحكمه نفسها قبل الطريق برضه. طب فالعلمين هي منطقه موجوده من سنين السنين، من ايام الحرب يعني. التوسع ده بقى دي اسمها نيو علمين، فدي علمين اهيت، ودي نيو علمين. العلمين القديمه كانت قصاد مارينا الناحيه التانيه قبل الطريق، تخش السوق بقى تجيب الاكل والشرب، كراسي، نجاره، اي حاجه عاوزها موجوده في السوق ده. طب نيو علمين هي بقت مدينه قريبه من فكره، او عاوزين تبقى قريبه من فكره اسكندريه، جزء على البحر وجزء قبل البحر او عكس البحر. الجزء اللي على البحر هو الشاليهات والابراج والفنادق زي ريكسوس وكده، والابراج اللي حضرتك بتشوفها طويله جدا، ابراج العالمين، والشاليهات اللي بتبقى موجوده وبيبقى ليها الشواطئ بتاعتها. طيب قبل الطريق، قبل الطريق دي بيتبني فيها دلوقتي او اوريدي مبني يعني ابراج هناك زي الابراج الصينيه، وزي البرج الايقوني. هناك هتلاقي البيوت والعماير كلها كانها سكني، وهتلاقي الجامعات، في جامعه العالمين والاكاديميه البحريه برضو شغاله هناك. وهتلاقي في مشاريع تم طرحها الفتره اللي فاتت، وفي حاجه اسمها الحي اللاتيني، معظم الناس برضو تسمعوا، تبع برضو ابراج العالمين. ابراج العالمين يا جماعه ملك لمين؟ هيئه المجتمعات العمرانيه، يعني ملك للدوله. طب لما هيئه المجتمعات العمرانيه بتطرح فيها مشاريع استثماريه، زي ممكن مشروع، ممكن تكونوا سمعتوا عنه، اسمه مدن المصريه، نزل في الفتره اللي فاتت. هنا ما بتدوش ملكيه كامله، بتدوه كشراكه، لان الحته دي مهمه جدا للبلد، مش هتملك فيها حد. هتلاقي مشروع اسمه لاجون العالمين، ده اللي نزل من فتره 10 ايام لورا يعني. وهتلاقي بورتو جولف مارينا، متهيألي ناس كتيرة تسمع عنها، وقديمة طبعا طبعا، كانت هي يعني بتعمل فيها حفلات عمرو دياب في 2007. ف دي الأماكن، وبيكون ليها بيتش من يعني جزء على الشاطئ بأكسس كده، بتخش بيها الناحية التانية على البحر. فده كده الجزء بتاع العلمين، ما فيهوش حاجات كتيرة قوي يعني. يعني هو يفضل للي عاوز حاجة فوري وبسعر أهدى، العلمين. طب بعد ما تخلص العلمين هتروح لسيد عبد الرحمن. سيد عبد الرحمن دي كانت اقوى ولا زالت من اقوى الحتت اللي موجوده في الساحل. يعني اللي بيشتري حاجه في سيد عبد الرحمن دلوقتي، هو عارف اللي هو مجرد ما هيستلمها بعد سنه سنتين ثلاثه هو هيأجر، لان المنطقه عايشه بقالها سنين. ودي اللي كان فيها مراسي وفيها امواج وفيها بالم هيلز، اللي هي اسمها ديت نسيت اسمها دلوقتي وانا بكلم، هفتكر اسمها. آه فسيد عبد الرحمن دي اللي كان فيها دي امواج اهيت، ودي سيشل ومراسي طبعا طبعا بتاعت اعمار ودبلو.
وهتلاقي دلوقتي في مشاريع نازله قصاد الناحيه التانيه قبل الطريق، يعني قصاد الحته بتاع سيد عبد الرحمن دي نازله قبل الطريق الناحيه التانيه عكس البحر يعني. لغايه بعد كده كنا قعدنا نمشي 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 بعد دوت. بعد سيد عبد الرحمن في حته يا جماعه اسمها الضبعه. الضبعه دي اللي فيها طبعا البوب الكبير هشام طلعت مصطفى، ساوث ميد. هتلاقي هنا اسمها محور الضبعه، ومحور الضبعه ده برضو الطريق الدائري ده اللي بياخدك من هنا لغايه ينزلك في محور الضبعه اللي في ظهر نيو زايد اللي قدام مطار سفنكس، فهي مربوطه كلها ببعضها. فهتلاقي حتى طريق كده لو حضراتكم شايفينه الطريق دوت تمشي بيه تمشي بيه لغايه ما بتنزل الناحيه التانيه. المهم ده محور الضبع وده ساوث ميد بتاعت هشام طلعت مصطفى. ودي باي بتاعت تطوير مصر، والقمزي والرقحي وهاسيندا وكل دوت. وهتلاقي برضو مشروع لمراسي هناك، كل ده محور الضبع. طب بعد الضبع هتخش في راس الحكمة. راس الحكمة هي منطقة غير المشروع، في منطقة راس الحكمة من أواخر الكيلو، من أوائل الكيلو حاجة و80، 100 حاجة و80، 180 لغاية 200 حاجة و40. دي كلها راس الحكمة كمنطقة. خلاص، فيها مشاريع كتيرة جدا هناك. كل دي مشاريع استلامات 3 سنين و4 سنين وكده. أنا بس عاوز أوريكم مشروع راس الحكمة اللي بيقولوا عليه. أيوه، ده المشروع الإماراتي راس الحكمة. فأنت عندك المنطقة اسمها راس الحكمة، وفي مشروع راس الحكمة. خلاص كده. راس الحكمة دي كبير جدا ضخم جدا. من هنا يعني أنا كنت بالعربية من هنا، من أول حتة لغاية آخر حتة نص ساعة أو 33 دقيقة عشان توصل. فهي كونسبت مدينة، مش كومباوند ولا قرية سياحية عادية. لا، دي مدينة كاملة متكاملة بمطارها بجامعاتها بكل حاجة كل حاجة كل حاجة. هي يعتبر الإمارة التامنة للإمارات في مصر، عشان الاستهداف بتاعها استهداف خارجي أكتر منه استهداف داخلي. استثمارها حلو طويل الأجل قوي، عشان المنافسة هتبقى عنيفة في الأول. فدي راس الحكمة. أنا بمر بس سريعا سريعا عشان الوقت حضراتكم وكده. بعد كده بقى بتخش هنا لسيدي حنيش وسيلفر سند بتاعت نجيب ساويرس. وانت رايح ليه وصلت بقى خلاص هتوصل مطروح. هنا كل سنة حضراتكم طيبين، وصلنا مرسى مطروح. آخر حاجة عشان ما أطولش عليكم في جزئية الخريطة. في بعض الناس حتى لو هم مش كتير، وده كان دايما ردي على اللي بيكون مهتم بالعين السخنة. يعني انا بكتب دايما يا جماعه اللي مهتم بديستنيشن ايه، فبلاقي ان الاهتمام بعين السخنه بيبقى دايما قليل. فانا ممكن ما اكونش من اكتر الناس المؤيده قوي للمشروع الخاص ب اللي كان نازل يعني في الابراج وكده، لان الطلب على العين السخنه ممكن مش اقوى حاجه يعني. العين السخنه يا جماعه متقسمه لطريقين من غير الكلام فيها كتير، لان هي ما فيهاش حاجات تتقال كتير يعني. طريق السخنه، ادي السخنه هنا، ده اسمه طريق السويس لانه راح على السويس، فالحته دي كلها كده قطع على السويس. خلاص. وهنا اسمه طريق الزعفرانه اللي راح بعد كده على الغردقه بقى وكده. السخنه تنفع لايه يا جماعه؟ تنفع لفيرست هوم اكتر من انها سكند هوم. يعني ايه؟ تنفع لبيت رئيسي لو انت هتشتغل في العاصمه. خلي بالك المسافه ما بين السخنه والعاصمه بالظبط بالظبط 46 دقيقه. مش قصدي بوابات، انا قصدي لغايه جوه مشروع بس. فتنفع بيت اساسي اكتر من انها تنفع بيت ثانوي. يعني انا ما بشوفهاش بيت مصيف على قد ما تبقى بيت اساسي. المهم، ادي السخنه وادي مدينه الجلاله. من هنا من اول ما تخش السخنه لغايه ما تروح لبورتو. لا، اكيد اشهر حاجه بورتو عند حضراتكم، ممكن تكون الناس كلها عارفاها. بيبقى الموضوع قبل الطريق، او مش قبل الطريق، بيبقى على الجبل يعني ما فيهاش قبل وبحري، بيبقى على الجبل. بعد ما تعدي بورتو هتروح عند في بقى التلال ولافيستا. دول الكام قريه. ادي بورتو اهي. كل ده قبل الطريق. في هناك بقى الابراج اللي الناس عاوز تعرف الابراج يعني بتاعت المونت جلاله اهي برضه عشان الناس تشوفها. هي دي مونت جلاله بتاع التطوير اللي كان فيها الابراج بس. وبعد كده بقى هتلاقي الكوره ذا جروف وكم قريه تانية بي ار اي وكده، لغايه ما والجبال وكل حاجه لغايه ما توصل عند بورتو السخنه. بعد كده بيكونوا جنبك هنا 3 قرى بالظبط على البحر: تلال،
لافيستا واحد واتنين، يعني كذا لافيستا، وكايا بتاعت مصر ايطاليا. بعد كده تلف وترجع تاني، خلاص ما فيش حاجه يعني تقال كتير في السخنه. مش عشان هي وحشه، بس عشان انا بقول لحضراتكم استخدامها الحلو قوي. يا اما هتشتري في القرى الجامده جدا اللي موجوده زي تلال ولافيستا ومصر ايطاليا، يا اما هتشتري في الحاجات اللي على الجبل، وانا بقول لك تنفعك اكتر كفيرست هوم او كبيت اساسي. لو انت نازل من مصر بقى ومش مقرر وخلاص جاي، عارف انت، اقضي دنيتي خلاص في حته تكون على البحر، يبقى السخنه وهاديه ورايقه وبينك وبين العاصمه بعد كده هتكون نص ساعه 40 دقيقه. فالطريق هيبقى حلو، طريق حلو دلوقتي في السخنه، حلو جدا كطريق سفر يعني. ف في حد بعت لي اسئله، معلش. طيب، هنكمل بقى بعد الخريطه. طب دلوقتي الاستثمار والعوائد بتاعته، لان ده واحد من اهم الحاجات. السكن يا جماعه، انت بتشتري سكن بس ما ينفعش تشتري بهدف الاستثمار. انت بتشتري سكن عشان تقعد وتعيش وتسكن وكل حاجه. لكن فكره انت الاستثمار او اشتري شقه عشان بعد شويه ابيعها، صدقني الموضوع ما بقاش يجيب همه. دي قلتها لكم في اول الموضوع. لا، الموضوع ما بقاش يجيب همه. انت محتاج تسكن بس، او تستثمر بس. تستثمر، عندك المحلات التجاريه هتظل رقم واحد، وده السلايد اللي بعدها. ليه دايما بقول لكم السكن ببلاش؟ او مش بلاش كاستثمار، يعني السكن العائد بتاعه من 3 ل 5%، ده يوم لما يبقى يضربوا الدم زي ما بيقولوا كده. وده بيبقى في بعض الكومباوندز الكبيره جدا زي سودك واعمار، لكن ما دون ذلك الموضوع هو 3%، 4%، 5%. دي ما بشوفهاش غير في الشركات الكبيره قوي 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 قوي. طب الساحلي من 8 ل 11%، الاداري من 9 ل 10%، الفندقي من 10 ل 12. طب يا جماعه، كلمه الاداري اللي انا اقصدها بس هنا تشمل المكاتب والعيادات عشان يعني. والتجاري طبعا من 15 ل 20، وبعض الاماكن بتوصل ل 25%. ده كده العوايد دايما. عشان في كان ناس بتسالني هو ايه الاحسن، التجاري ولا السكني ولا الاداري؟ بص يا جماعه، هيظل التجاري رقم واحد بلا مقارنه، وبمسافات ما بينه وبين اقرب حد. فده بره، دايما بره القصه عشان تريح نفسك. فده رقم واحد. رقم اتنين، هيجي بعده ايه؟ هيجي بعده شاليهات الساحل، ويفضل الفندق الساحلي. طيب بعده ايه لو فندقي ساحلي؟ عيادات، مكاتب. يبقى تجاري هيظل رقم واحد. بعد كده الترند الاقوى واللي جاي الفندقي الساحلي. يا سلام بقى لو جبت فندقي ساحلي، يعني حاجه في الساحل وفندقيه. طب لو ما قدرتش يبقى فندقي ثم ساحلي، عيادات، مكاتب اداريه. الشقق ما بتتحطش في الموضوع. طب انا ليه حاطط المكاتب الاداريه تحت خالص؟ لان دايما بتسلمها لسببين. اولا تستلمها طوب احمر. في مشاكل بتحصل كتيره ما بين المستاجر والعميل اللي هو صاحب الوحده يعني. وبالدليل حتى الشركات ما بتجيش ناحيه تشغيلها. يعني الشركات دلوقتي، اللي ما يعرفش يعني يا جماعه، الشركات هي اللي بتتولى دلوقتي الاداره والتشغيل في التجاري وفي الطبي. طب الاداري يقول لك لا. وهنا انت لازم تسال نفسك ليه لا. فالاداري بعد كده الفندقي بعد كده التجاري. ده انا رتبتهم لكم من الاصغر للاكبر. طب في كده اكسل شيت حابب اشاركه فيه مع حضراتكم. الاكسل ده يعني هيوضح. الصورة التانية كده يا أستاذ مازن اللي كتب لي. مش سامع حضرتك الايه؟ الترتيب اللي أنت كنت عامله اللي قبل دي، لو سمحت. اه، الترتيبه اللي قبل دي، ثواني. قبل ال اه، قبل ال قبل الاكسل السل اللي أنت صح؟ جايبه ده. اه، ايوه ثواني، هجيبها لحضرتك ثواني. معلش إذا هتبتدي من كنت. الكبير لا لا لا، هتبتدي من الكبير التجاري رقم واحد. خلاص كده. جات لحضرتك يا استاذ محمد؟
ايوه. خلاص كده، خلاص السكني انا. اه السكني من 3 ل 5، الساحلي من 8 ل 11، من 9 ل 10، 10 ل 12، و15 ل 20 ل 25 كمان. يعني التجاري بيوصل ل 25%. بس ده التجاري الكلام اللي ده مثلا برضه. حاجه في ووتر واي، حاجه في سعاده مش سامع حضرتك ليه؟ الكلام ده يعني في الحقيقة بالظبط على فكرة. ما انا جايبه من الحقيقه. ما انا جايبه من الشارع، انا فعلا جايبه لا ده حرفيا، انا جايبه لا من الشارع. لا يعني يعني ده اللي يعني يعني من الواقع. ده اللي يلامس من الواقع الواقع. تماما. ايوه ايوه، لان انا بتكلم على حاجات ايجار. يعني انا بص كده، حضرتك بص معايا لحظه كده، بس هفتح لك الاكسل هتلاقي سعر ايجارات الشارع بالمعنى الحرفي، يعني اللي هو مش اجتهاد بالبلد كده، مش وجهات نظر. يعني مم. اجيبها لحضرتك لحظه اهي. بص كده يا فندم، هتلاقي مثلا ايجار متر الطب في التجمع 1400 جنيه. ايجار التجمع في ايجار التجاري ولا في التجمع من 2 ونص ل 3 ونص. المتر الاداري من 1200 ل 2000 جنيه. طب ممكن أسألك بس التجمع. سؤال يا أستاذ مازن؟ اتفضل. إيجار التجاري في التوسعات زي هايبر ماركت وحاجات زي كده يعمل له كام؟ ان انت حضرتك في ناحيه زايد. مم. اه. التوسعات دايما شمال. قلل دايما قلل عن التجمع 25%، من 20 ل 25. ما أنا مش عارف التجمع كام عشان أقل. في الاداري ولا في التجاري؟ لا، في التجاري. في التجاري هتلاقي هناك بيبتدي من 2000، من 1800، 1900، 2000، 2100، 2200. مم. تمام. فبصوا يا جماعه، دي بقى ايه دي؟ ده اكسل شيت، يعني بيوضح لك حاجات حلوه كتير. ده شويه يعني اجتهادات على علم، على اجتهادات على لخبطه، على حاجات كتيره. ده يعني عارف انت خلاصه الفكر. يعني ايه بقى نمشي في واحده واحده؟ يعني ايه برايس ابريشيشن؟ يعني زياده قيمه الاصل. مش دايما يقول لك العقار بيزيد كل سنه، اصل بيزيد كل سنه. هي دي بقى بيزيد بمعدل قد ايه المتعارف عليه واللي في الكتب 5%. بغض النظر عن اي فترات واي هبدات للسوق بتحصل، هو الزياده بتاعته 5% كل سنه. سي العماره دي تزيد من سعرها او الشقه دي تزيد من سعرها 5% زي وهي واقفه مكانها. طب يعني ايه الكبريت؟ العائد من نوع الاستثمار ده سنوي. يعني لو بصينا على اليمين قلنا السكن يسيب من 3 ل 5%. يعني وانا مغمض ما اعرفش المنطقه فين، ما اعرفش سوري، ما اعرفش الشقه دي حلوه ولا وحشه. انا بسال حضرتك سعر الشقه بتاعتك كام النهارده؟ مثلا مقبول اي حاجه يعني 10 مليون. يوم لما هيضربها الدم هتأجر ب 5% في السنه من قيمتها. خلاص هي ده هو ده. فالكاب ريت هو العائد السنوي على نوع الوحده بتاعتك، سواء بقى كان السكن الساحلي، فندقي، عيادات، تجاري، اداري، مش هتفرق. على حسب. هنا يتحط النسبة هنا دي. طب التوتال يونت برايس اللي هي سعر الوحدة، ودي هناخد فيها مثال. انا بشرح بس وهناخد فيها مثال. ييرز تو ديليفري يعني عدد سنين لغايه ما نستلم. والتوتال يونت برايس ات ديليفري يعني ايه؟ قيمه الاصل ده لغايه ما جيت استلم. انا هستلم بعد 4 سنين. قلنا ان كل سنه قيمه الشقه دي او الوحده دي او وات ايفر بتزيد 5% كقيمه اصل. فاحنا لما جينا اشتريناها كانت بسعر ب 8700. لما جينا بعد 4 سنين لما المفروض نيجي نستلمها، قيمتها بقت 10574. معلش يا جماعه بس دوس ميوت لان انا. طيب. فلما جيت استلمها 10 مليون 574 الف. تمام. طب انا ليه بحسب قيمتها وقت الاستلام؟ لان بيها دي بالقيمه بتاعتها في الوقت ده انا هسعر او هحط العائد بتاعي. يعني هو ال7% ديت من ايه؟ من قيمتها وقت التشغيل، مش وقت ما اشتريتها. وقت التشغيل هشغلها بعد 4 سنين، هشغلها بعد 5 سنين، فبشوف قيمتها في السنه الخامسه. وبناء عليه بحط العائد المعروف على قيمه الوحده ديت. طيب اليونت برايس افتر انستولمنت، او سوري انستولمنت ييرز اللي هو عدد سنوات التقسيط. يعني انت كنت حضرتك شاريها على كام سنه؟ 5، 6، 7، 8، 10، 12، وات ايفر. طب اليونت برايس سعر الوحده بعد ما كل سن الاقساط خلصت. يعني بعد ال8 سنين قيمه الوحده بقت كام؟
طب الدليفري نسبة الاستلام، كده كده المطور بيسلم حضرتك دايما بنسبة، في مطورين بيسلموها من اول نسبة 48%. انا دايما بكون حاطط الصيانة، عشان هو ممكن يقول لك انا سالبك من 35%، لسه هتحط فلوس الصيانة. فانا دايما بسلم من حاجة و40% من اخر الاربعينات لغاية 65%. ده اكتر حاجة انا سمعتها يعني، اكتر حاجة انا شفتها كمان بعيني. فانا بحط نسبة 63%، يعني نسبة راندوم قوي لغاية ما يبقى في قدامي حاجة سوليد فاقدر احسبها بالدقة يعني. طب الاماونت بيد ات ديليفري، انت هتكون دفعت كام لغايه الاستلام؟ هتكون دفعت سي من قيمتها 5 مليون 481 وهي اصلا 8,700. طب فاضلك اقساط قد ايه؟ فاضلك اقساط ب 3 مليون 219. طيب الرنت بتاعك، الايجار، توتال الايجار اللي هيجي لك في الاربع سنين بعد الاستلام، انت استلمت بعد 4 سنين وهي لسه فاضل لها 4 سنين على الاقساط ما تخلص، قال لك هتتاجر. طب اتاجرت جابت لي كام في الاربع سنين؟ جابت لي 3 مليون 100. يعني انا ستيل خسران. الفرق ما بين اللي انت بتدفعه الاقساط في الاربع سنين والعائد في الاربع سنين، خسران 28,000 جنيه. وانا حاططها فايده 7 او عائد 7%. هو ستيل ما فيش عائد 7% في اللي انا قايله كله، بس انا اكيد كنت بدي مثال امتى اخسر. يعني انا ساعات بدي مثال للعملاء امتى تخسر. لما تتاجر بكام انت كده خسران خسران. يعني مثلا لو اتاجرت دي ب 8%، انت اوريدي كسبان، بس كسبان 700,000. فانا بحسبها دايما امتى تخسر. لو اتأجرت ب 7% من قيمتها انت خسران. خسران كام؟ سي 28,000 27 وات ايفر الرقم بقى، مش هو دي القصه دلوقتي. طب يعني ايه بقى الار او اي؟ ودي الاهم. دي العائد على الفلوس اللي انت دفعتها اللي خرجت من جيبك من الاخر. انا خرجت خمسه، جالي سي جالي ثلاثه، جالي اربعه، فانا عملت عائد على فلوسي بنسبة 100%. خلاص انا دفعته وجبته وزيادة عليه 38%. طب يعني ايه الاي ار ار؟ ده يعني فلوسك بتكبر بنسبة كام كل سنة؟ فلوسي كبرت هنا معاكو بنسبة 17%. بعد كده هنا اخر واحدة تاني دي هي برضو نمبرز اوف يير. 4 سنين بيجي لك انت، انا قلت لكم حضراتكم مثلا هيجي لك هنا عائد 3 مليون 435. تمام؟ ده في التوتال 4 سنين. يعني في السنة كام؟ لما تقسمهم على الاربعة، الاربعه دول هم الايه الفرق يا جماعه ما بين الاستلام وما بين السنين اللي الاقساط ما خلصت. فرق ما بين الاستلام، انا استلمت في 2030 والاقساط هتخلص في 2034، فمن 2030 ل 2034 انا 4 سنين جالي عائد. العائد في السنه بكام؟ ب 740 الف جنيه اللي هو 3 مليون 400. طب خلينا يعني لو حد حابب يشارك مثال ناخده كاكزامبل في الاكسل شيت ديت، يا ريت عشان يبقى ايه الكلام رايح جاي كده. يعني لو في حد حابب انا معاه يقول لي بس كده، اكتب لي يعني يا أنا ريت. ممكن. استاذ معتز، صح كده؟ مظبوط. اهلا بحضرتك يا استاذ معتز. بص يا فندم، يلا بينا. راحت فين؟ ايوه. الوحده تجاري ولا اداري ولا سكني ولا فندقي ولا إيه؟ حضرتك بتكلمني أنا ولا بتكلم أستاذ مصطفى؟ مش استاذ معتز معايا صح؟ أيوه مظبوط. لا لا نوع شاليه. اللي يا فندم. شاليه. الشاري. قيمه الوحده كام؟ التوتال سعرها اصلا في العقد كام؟ 10 مليون و100. تمام. السلام بعد 4 سنين. أه. حلو. سطر على 8 ولا كانت اكتر ولا اقل؟ 8. 10 مليون دي يا فندم شامله الصيانه ولا من غير؟ اكيد من غير. لا بدون صيانة. 8% ولا 10% الصيانه؟ لا مش ما في الصيانة ملهاش علاقة، ملهاش نسبة، هي بتبقى اللي هتطلع كل آخر سنة يتقسم. ده مشروع ايه ده؟ مشروع انرشيا. انرشا. طب ما انرشا كان عندها نسبه صيانه كانت 8%.
لا، ما الجديد او الفتره الاخيره ما كانش نسبه صيانه، كانت عباره عن اللي يطلع يتقسم. يعني ايه اللي يطلع تقسيم؟ يعني يعني انرشيا انا بايع انت عليه في 2024. نعم. انا بايع على حد في انرشيا في 2024 كان في نسبه صيانه 8%. هو حضرتك شاريها من بقالك كتير؟ لا انا ما عنديش صيانه، الصيانه بتاعتي اللي هو من بعد ما استلم 23. ماشي. بعد ما حضرتك آه، استلمت، بعد ما حضرتك تستلم ايه اللي هيجرى؟ اول ما تستلم، من بعد ما تستلم هيبتدي يقول لك انت مثلا احنا اتكلفنا صيانه خلال السنه، اخر السنه، يعني ما بتحسبكش اول السنه، اه اخر اه السنه. اه. يعني انت استلمت في مثلا في 1 25، هيجي يقول لك في 1 26 احنا اتكلفنا الصيانه 2 مليون، يتقسم على عدد الناس، على الناس، ويقول لك الكذا عليك كذا يدفعها. المصروفات اللي بتبقى اوفر على الصيانه، فروق صيانه. لا هو ما فيش اصلا، انا ما دفعت الصيانه عشان ادفع فروق. بعد البتاع يا ريت حضرتك تبعت لي العقد بس، يعني معلش خليني بس يعني عشان انا اشوف، انا محتاج اشوفها يعني جدول العقد كده بقى، جدول الاقساط لو حضرتك معاك صوره ليه بعتها لي بس اشوف حاجه وخلاص. طيب اوكي. فخلينا في في المثال اهو، فمثلا هي ب 10 مليون 100 دلوقتي المفروض سوري الساحلي من 9 13%. انا هحسبها على اقل حاجه اللي هو العائد بتاعك اللي يجي لك المفروض 9%، تأجرها ب 9%. خليها 7% زي ما انت شغال يا دكتور. مش حاضر انا انا يعني. بيتهيألي يعني اصل موضوع التسعه بيتهيألي هيبقى عالي شويه، عايز ابقى واقعي يعني. حاضر خليها لل 7%. تمام؟ هي السبعه ده المفروض واقعي ولا مش واقعي؟ هو يعني واقع نازل لتحت شويه، بس خلينا يعني مش هقول لك حضرتك مثلا مش قايل لي خمسه، هقول لك لا خمسه ده متشائم جدا. امم. ده فرض سوء النية قوي، بس خلينا في سبعة. سبعة أقول لحضرتك والله أبدا خلينا في خمسة تعال عشان لا نطلع مش خط. للدرجه دي انت كده بتخلي الدنيا غامقه قوي. ما أنا بقول لك تعالى نحسب اللي أنت عايزه. بس هو بص، يعني ما خليناش تسعة، ماشي خليها سبعة عشان حضرتك. بس يعني بص يا باشا، بص هقول لك حاجه يا مستر مازن. انا عايز الحاجه اللي اقدر أحاول يعني تتحقق، يبقى ابقى يعني عايز حاجه تتحقق، مش عايز حاجه تبقى في واقعية الهواء. واقعية امم. واقعية واقعية. بالظبط، رياليستيك اكتر. اتفضل. بس. ف خلي بالك، ما هي اصل هي نازله تحت 800 و 860 الف، وتش اصلا دي حاجات بتتاجر من السنه اللي فاتت بنفس الرقم واغلى من الرقم ده كمان يعني. يعني هنا في 2023 حضرتك المفروض تستلمها السنه الجايه. 20 23 استلم كام؟ 26؟ لا هو 4 سنين عليها 27. 27 مره تستلم السنه الجايه. اه لا بس هيبقى اول 28 بس مثلا. ما كده كده حضرتك الصيف بتاعها هيبتدي في 2028 من الاخر، امم. واحده ده هتستلم في 28. بالظبط. فاصلا يعني انا نزلت تحت شويه بس خلينا بالترتيب احسن. فقيمه الوحده ديت بعد سنه كمان اللي هو في 2027 ب 12 مليون 200، which is هي اصلا دلوقتي معديه الرقم ده على جروب انرشيا يعني. هو طيب على جروب انرشيا المفروض انها عامله 14. ما انا عارف اه. بس ما هل انا بقول ده، لك. هل ده الريزنبل يا دكتور؟ يا باش يا مستر. بص اقول لحضرتك على حاجه. دلوقتي هايد بارك يا جماعه واحده من كبرى الشركات اللي معروفه يعني. بتبتدي اسعارها في الشاليهات اللي مالهاش علاقه بالبحر والصغيره اللي عند عند فرض الامن ورا ب 11 مليون 800. خلاص. يعني الاسعار دلوقتي بقت كده وهم مم. كمان عشان عندهم بقى استلامات اقرب، انرشيا كمان عندهم استلامات اقرب. ف ده سعر بقى طبيعي خلاص ال 14 وكده. فانا بحسب كمان على الاقل، انا بحسب على ال 12 تمام. مليون. تمام. فقيمتها تمام. هو وقت ما تخلص الاقساط كلها هتبقى عامله اولموست 15 مليون. وقت ما تخلص الاقساط بتاعتها خالص اللي هو بعد 8 سنين مم. هنستلمها بدليفري 63%، وممكن هيبقى عند حضرتك اقل لان مفيش دفعه صيانه ديت لغايه ما نشوفها، فحاسبها على 50%. بس هو انا انا دافع في الاول 10%. 10% مقدم والباقي امم. اقساط مدفوعه على 8 سنين. مظبوط. فهتلاقي ان حضرتك قيمه القسط بتاع حضرتك سنويا، لو انا هحسبها على حضرتك 10 100 اهي ناقص ال 10% على 8، يعني في السنة حضرتك بتدفع مليون مية. مليون مية مليون و200. 30. 1,200,000.
على 10 مليون 100، يعني تقريبا 12% سنويا. مم. 12% سنويا في الأربعة في العشرة تطلع 58% تقريبا نسبة الاستلام. تمام. فهكون حضرتك دفعت لغاية الاستلام 5,858,000، وهكون بقى عليها أقساط 4,200. التوتال رينت، توتال الإيجارات، لو حضرتك أجرتها من السنة الرابعة للسنة الثامنة، أو استارت من الخامسة يعني للسنة الثامنة، هتكون جالك 3,988,000، اللي هو بعائد في السنة 859,000. قلت 860 عشان نعرف نحسبها. هتبقى أنت ستيل خسران 253,000 جنيه. وده أنا بقول لحضرتك دي حسبة متشائمة طيب انا هسأل حضرتك سؤال، وأقل من انا الواقع. اتفضل. ازاي احصل على ال 800؟ يعني حضرتك بتقول ان انا في المفروض في السنه اجر ب 860 الف. مم. طيب على ازاي؟ هي ايجارها كله 3 شهور في السنه. لا ما هقول لحضرتك، لا ما هقول لحضرتك على حاجة. الساحل بيتأجر حاجتين يا جماعة، لكل الناس بقى بيسألوا على الساحل عشان في حد سألني سؤال زي ده والله فعلا على الاستبيان. الإيجارات بتاعت الساحل هي بتتأجر. أولا عشان تتأجر لازم بتعمل حاجتين. واحد، الفرش بتاعها وتشطيبها والحاجات دي لازم يا جماعة بيبقى فندقي، مش تشطيب عادي، مش الفرش العادي. خلاص كده. تاني حاجة بتبقى فيه لو حضرتك مش قاعد فاضلها ومش شاغل بل يعني مش قاعد لها بالبلدي كده، بيبقى فيه تعاقدات مع شركة إدارة وتشغيل وهي اللي بتشغلها لك. خلاص. طيب بتشغلها ازاي لو انا ما عنديش امان شركة إدارة وتشغيل ومش عاوز وانا اللي فاضلها؟ بتعمل حاجتين: اير بي ام بي وبوكينج يومي، وهي بتبقى ليها ريت معروفة بتزود في الويك اند بنسبة عاملة ازاي، وفي الويك داي بتبقى فترة الرقم ده عاملة ازاي. او بتبقى بالمواسم، والمواسم دي هي اللي بتبقى ابراك لك. مواسم تبقى ابراك لك ازاي؟ اللي انا باجي بتتاجر لشركه او لمؤسسه، لموظفين بتاجر بالسيزون. يعني انا مأجر السنه اللي فاتت حاجات بالسيزون. خلاص. في ناس بتيجي تاخدها مره واحده. ف يا باليوم باير بي ام بي او بوكينج، بس ده بيتطلب تشطيب معين وكواليتي معينه حضرتك قاعد لها، او شركه اداره وتشغيل بتتعاقد معاها وهي بتظبط لك الموضوع ده. تاخد نسبه، بس انت بتكون مش شاغل بالك بيها. لا فكره مين راح استلم المفتاح، ولا مين هينظف، ولا مين هيشطب، ولا حصل فيها مشكله. وده يا جماعه نصيحه: حاولوا في الحاجات اللي هتاخدوا فيها الفندقي والساحلي يبقى في الشركه اللي حضرتك بتتعاقد معاها اللي هي المطور بيكون عنده شركه اداره وتشغيل، يا لا انا بتعاقد مع شركات اداره وتشغيل، لان هي هتبقى هي البومنج الفتره الجايه، وهتلاقي الناس كتيره بتكلمك عليها. فدول بس اما لكن حضرتك هتعملها عادي مش هتستفيد حاجه. يعني ايه اعملها عادي؟ يعني حتى هتعتمد على تشطيب الشركه بس من غير فرش وديزاينات مختلفه، هيجي منها عائد، بس عائد مش هيعجبك. ليه؟ لأن خلي بالك أنت بقى عندك منافسة مباشرة وغير مباشرة. عندك منافسة مباشرة مع الشاليهات اللي زي حضرتك اللي موجودة في نفس الصف أو في نفس الكومباوند أو أيا كان. ومنافسة غير مباشرة مع الشاليهات الفندقية. بقى في منافسة غير مباشرة. لأن أنا قاعد بره مصر يا جماعة، أنا عاوز أنزل في مكان لا منه فندق فادفع كتير ولا منه شاليه عادي. فبيكون عاوز اللي في النص، في خدمات الهاوس كيبنج، في مطاعم حتى لو مش هاكل يعني هدفع فلوس، بس في فرايتي موجوده قدامي. في امن، طب ما هو في الفندق ده مش موجود، لان انا ما عنديش اللي هو الهاوس كيبنج والمطاعم والحاجات ده، كده 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 مش موجود، ده شاليه. لا ما هو عشان اقول لحضرتك انت ممكن تتعاقد مع شركات اداره والتشغيل ودي موجوده. يعني ممكن اقول لحضرتك اسمائهم: بريد نست وسبيس، وفي كام شركه بتعمل الخدمه دي وبتعملها لحضرتك عادي خالص. يعني حتى لو المكان ما فيش فيه فندقي، هم بيعملوا هاوس كيبنج، يعني بيبقى حد يجي له مخصوص يعمل هاوس كيبنج. بيبقى بالظبط. مش هاوس كيبنج بقى، مش هتعمله كفندق. يعني مش هيبقى فيه ريسبشن وكونسياج وكده، بس هيبقى فيه ايه؟ تليفون على طول: ابعت لي يا فندم على الواتساب ده، ابعت لي على الابلكيشن ده موجود. ده بقى موجود دلوقتي وهيتواجد السنتين ثلاثه الجايين. امم. فالناس كلها اللي بتشتري فندقي او بتشتري ساحلي او ما تشغلش بالها، هتلاقي كميه شركات جايه من بره مصر وفي مصر هتطلع هتعمل الكونسبت ده. السنين الجايه مش هيبقى الخدمه خدمه مبيعات، هتبقى الخدمه خدمه
اسمها ايه، خدمات فندقيه، مش هتبقى طب خدمه وهل بيع. هل اتفضل. المكان والكوميونتي بتاع انرشيا هيأهل للكلام ده يا دكتور؟ بص يا فندم، الساحل انا في الساحل من 2002. خلاص، من سيدي كرير اقدم واحده لغايه مارينا 7، قبل بقى المراسي وكل الشله الحلوه دي. ده اللي هو كل الطيب ده. ما ده طيب قوي، انا بقول لك، بص انا جاي لك من 2002. خلاص، ده من لغايه ايام مارينا. مراقيا كده بقى، ده من قبل انا يعني، من لا ايام مراقيا مرايا، كانت قبل كده، مراقيا من التسعينات. من التسعينات. انا من 2002 بالظبط وانا في الساحل. فبكلمكم تاريخ. كل قريه في اللي كانوا موجودين كان اسمها قرى زمان. كل امم قريه من ديت لما تخش هتلاقي فيها زحمه. كل القرى من سيدي كرير وامون ومراقيا وكله كله كله، وبدر ووحيد ودعاء السماء، كل القرى. طب تعالى بقى من مارينا. هل دلوقتي طلع بعد مارينا، طلع مراسي وهاسيندا وسيلفر ساند هل مارينا فاضيه؟ لا. طب ايه اللي حصل؟ في تدفق حصل من الناس اللي كانت في الساحل الطيب او الساحل القديم، عاوزه تتحرك شويه. واللي خلي بالك، الناس اللي كانوا في مارينا كان عالية القوم، كان اعلى ناس في بلدنا كان هم اللي في اه مارينا. كانت مارينا، اه مظبوط في الاول. اعلى حاجه، اعلى حاجه. طلعت مراسي، الناس اللي في مارينا دي اتحركوا راحوا مراسي. الناس اللي كانوا في الساحل الطيب، الفئه العاليه اللي فيهم راحت مارينا. فمارينا دلوقتي زحمه جدا. طب هل هي نفس المستوى، نفس المستوى اللي كان فيه مارينا بتاع من زمان. 10 سنين؟ لا طبعا. لا لا. لا قطعا. لا قطعا. مظبوط. فهي الموضوع في الاول خالص، من اول خالص لو حضرتك تفتكر، يا سكني يا استثماري. والسكن هنا مش مقصود بيه دايما فكره تسكن في القاهره ولا في زايد ولا لا. ممكن اسكن في يعني السكن اللي انا اقصده ممكن تبقى في الساحل عادي خالص، ما ده سكن في الاول وفي الاخر لو انا مش هستثمرها. طيب انا واحد هستثمرها، الكوميونتي هتبقى برضو كويسه، ولكن مش انيرشيا اعظم. كل مش اعظم كوميونتي في الدنيا، يعني مش اعظم سيلكشن. يعني اقول لحضرتك لو في بالم هيلز اقول لك في سيلكشن مهما حصل. طيب انيرشيا هيأجروا لاي حد، اه. فطمأنينتك على فكرة الفلوس هتيجي، اه. طب هل ده بقى ممكن يبقى مؤشر وحش ليا لو انا هسكن فيه او هستخدمه استخدام شخصي؟ ممكن. لكن السعر وشريحة الدخول مش اي حد برضه هيخش. يعني القيمة بتاعتها بتبقى غالية، مش اي حد برضه بيخشها. انا بتكلم في كل الساحل بقى عامه، انيرشيا او غير انيرشيا، وما بتكلمش برضو في التوب فايف. انا بتكلم في الوسط، الشركات اللي هي الساحل الجديد ولكن هي مش من التوب فايف. ما بتكلمش في سودك، ما بتكلمش في لافيستا، لا. بتكلم آه في انيرشيا وما شابه، وهم كتير. العاد هيجي، العاد هيجي. اعظم كوميونتي؟ لا مش هتبقى اعظم كوميونتي. يعني مش هتبقى اعظم سelection، لا لا لا، مش هتبقى الاعظم. بس انا في الاول وفي الاخر هدفي ايه؟ هدفي ان انا اجيب فلوس. عاوز الميكس ما بين الاثنين، لا مش هتبقى انيرشيا. جنبها لازق فيها المراسم. خلاص، ولا كمان بقول لك المراسم مش هتبقى اعظم، مش هتبقى اعظم سelection واعظم كوميونتي، برضه مش هتبقى اعظم كوميونتي. الاعظم كوميونتي بتبقى لافيستا، سيلفر سيند، حسن علام، سودك، اعمار. ده الكوليكشن، ده السelection اللي بيبقى عالي قوي قوي قوي. لكن الباقي يا جماعه، هتجيب فلوسك هتجيب فلوسك، وهتكسب هتكسب. الكوميونتي هيبقى عظيم، هيبقى حلو. اعظم لا. فهي واضحه وصريحه. يا رب اكون بس الاجابه وصلت لحضرتك صح. وصلت. بس طب وبالنسبه للموضوع الدليفري والتسليم بتاع انرشيا، هيبقى يسلم في مواعيده ولا إيه؟ هو كان حصل له ظروف الفتره اللي فاتت وقدر يتخطاها ومضى وجاب فلوس وكده، وبدأ يستمر تاني في الضخ والشغل. لا خلاص يعني، مشكلته كانت عندها السنه اللي فاتت وخلصنا وعداها يعني. فهيسلم. حتى خلي بالك حضراتكم يا جماعه، اي مطور بيبقى ليه فتره سماح مع الدوله سنه بعد بعد المده اللي محدده مع حضراتكم. يعني لو قال لك اربعه فهو عنده فتره سماح سنه. فدي برضو نقطه لازم يكون حضراتكم عارفينها. طب احنا بقى، هل مسموح لي ان انا دلوقتي ممكن اوقف اقساطي بدليل الا ان انا ما استلمتش؟ لا يعني مفيش اي ديل ممكن يتم بيني لا وبينه، لا لا اوقف اقساط، انزل اقساط، يعني بدل ما هم 8 خلوهم 9؟ لا لا، مش هيحصل. اجابه واضحه وصريحه ومباشره.
مفيش اي حاجه للتفاهم بينك وبيني وبينهم لا مثلا؟ لا لا, لا لان هقول لحضرتك على حاجه، هو بيبني خلاص، ده واحد اتنين، هيقول لك ده قرار دوله. فدي برضو حقيقه برضو يا جماعه، عشان ما نظلمش كل المطورين اللي فيه حاجات. آه، طب انا عايز اقول لك حاجه يا مستر مازن. انا هو استاذ اعرف محمد بيقول لي ناس، ميتنج مسجل، ميتنج مسجل، ماشي، عشان بس في يعني كان انا حد اعرف ناس واخده في سبور في المستقبل سيتي، مع سبور في المستقبل سيتي. اه، ما هو تمام. ده انا هتكلم عليه والله، السبور ده انا سايبه في الاخر. يعني السبور ده انا سايبه في الاخر. كان المفروض ان هم طبعا. يستلموا في 23، ما استلموش لغايه دلوقتي، وقالوا ان هم يستلموا في 30 امم ورافعين قضيه. طب ده يعني كميه التاخير ده استهبال كده. فهل ايه الوضع مش يعني؟ هضحك عليك واقول لحضرتك على حاجه. يعني معلش يا جماعه، انا هفصل بس لحظه الشيت ديت. طب لو في حد تاني حابب، معلش يا أستاذ معتز لحظه، وهاجي لك في اتفضل. الاهلي سبورت دي، لان انا سيبها في الاخر. طيب، اوكي. لحظه هاجي لها، انا حاطط الاهلي سبور محطوط، هتلاقيه وانا بتكلم، هتلاقي الاهلي سبور من غير ما اقول اسمه، انت هتلاقيه عارف. طيب خلاص، اوكي. ف هنرجع تاني يا جماعه للشيت، سوري، للبي دي اف. يا- واستاذ معتز انا فاكر، اتفضل. استاذ معتز انا م- فاكر موضوع الاهلي سبور. طب يا هنا يا مازن جماعه، بيه، ايوه في استاذ محمد. ايوه، في بس بتقول ممكن متسجل. تكلمنا عن سيف بس، منصة سيف. سيف. اني مم. سيف. المنصة بتاعت سيف بتاعت شركة مدينة نصر. اه، بص يا فندم، عشان ده استثمار اسهم لمشاريع الشركه. خلاص. ده بالظبط. حضرتك اكيد تعرف ناوي. هي فكره يا اه، جماعه التملك الجزئي. يعني انا عاوز آه، اعرف منصة سيف ما لها وما عليها. لا، هي كويسه، هي طبعا دارجه للدوله، وتحت منصه الدوله، وتحت الجهه القانونيه للدوله. ده واحد من حيث الضمان يعني والامان. اتنين، هي بتتكلم على حاجه تطوير، على حاجه مدينه نصر بس. تلاته، هي تنفع لمين؟ تنفع للي عاوز بدل ما يحط فلوسه في اسهم في البنك، في اسهم في البورصه، او سندات واذون خزانه في البنك. هو يحطها في، يشتري اسهم عقاريه او تملك بس جزء دي مش عقاري. دي مشكلة فيها يا استاذ مازن. الخروج هتخرج ازاي لو انت حبيت تخرج؟ ما هتبقى مشكلة. ما لسه قلت لحضرتك، بص يا فندم، من الاخرين كده يا جماعه، عشان العقار مم. الاصل في التملك. حلو كده. الاصل مم. في العقار، ارجع باك تو بيزك كده، هو العقار اصله ايه؟ امتلاكه في ايدي. وهو اسمه الريل مم. استيت، يعني حاجه واقعيه على الارض. ريل يعني واقعي، وتد في الارض. فده كل ده نوع من الاستثمار للي مش قادر يشتري وحده كامله. غير كده هو ما يقارنش بالعقار، هو يقارن يا ببورصه، يا يقارن يا ببنك. هي لكن زي ما حضرتك بتشتري اذون خزانه، او بتشتري شهاده بنكيه او وديعه، انت في الاول وفي الاخر انت بتمتلك اسهم. لكن انا ما بحبش الطريقه دي في العقارات. مش عشان حاجه، عشان زي ما حضرتك قلت كده، سهل الدخول، صعب. بص، ودايما في قاعده كده حلوه بتتقال: اللي دخوله سهل هيطلع عينك في خروجه. اللي تكلفه دخوله سهل، صدقني هتتعب جدا في خروجه. فانا انا ما ممكن لو نقول دخول الحمام ازاي خروجه يعني، معنى هو اصح. مش قوي كده، لان هو مش بيزهقك. هو استثمار واضح. ده استثمار اللي هينزل منه يا جماعه فوائد. بس في حاجات في مؤجرة دايركت على طول. ما في حاجات منها مؤجره، طبعا مم. وهم عندهم في مشاريع، حتى المشاريع الجديده اللي نازل ناحيه محور امل، اللي هو سراي. برضو عندهم المباني الاداريه والتجاريه اللي نازلين بيها دلوقتي. بعد الاستلام هيعملوا نفس الاوبشن. واقول لحضرتك طب ما في مشاريع نازله في التجمع دلوقتي، يقول لك الدور الثالث مثلا اداري لشركه معينه، مثلا لكورك سبيس مثلا. هي بتشتري حاجه اسمها المتر المؤجر. بشتري متر متأجر. مم. دي برضو موجودة في السوق دلوقتي. يعني ايه متر متأجر؟ انا دلوقتي بشتري 5 متر، 10 متر، 20 متر، ليهم عائد، انا هاخده.
لكن لا انت تتملك ولا انت هتدير في سوري، انت بتتملك الجزء ده بس، لكن عمر ما حضرتك هتدير في اي يوم من الايام. فهي تنفع لحته، لكن هي ما تتحطش تحت البنود اللي احنا بنتكلم فيها. انا بس حبيت افهم الدنيا، لان موضوع لا لا لا، الخروج بتاعهم انا. مستحيل. الخروج بتاعهم صعب قوي، يعني الخروج اللي انت تبيع السهم بتاعك يعني بتحصل بس من كل 50 عميل بتحصل لعميل او اتنين، فانا ما بحبهاش. طيب انا انا مضطر للاسف، عندي مكالمة شغل الحين. انا هي ممكن مسجله، هي مسجله، المحاضره مسجله وهبعتها لكم لا تقلق. يعني بعد ما تخلص هتبعتها لنا نسمعها اه اه يعني. اه طبعا. طب ماشي، شكرا يا مازن بيه، ربنا يديك تحت الصحة امرك، والعافية يا تحت رب. امرك، تحت امرك. شكرا. سلام عليكم. السلام. طب يا جماعه، فانا دلوقتي اشتري فوري ولا قيد الانشاء؟ فوري يا جماعه بتطلب بس لو حضرتك من الاخر كده هتسكن فيها في خلال الست شهور الجايين، سنه ماكسيمم. طب بعد كده انا لا افضل الفوري من تحت باب بس الطمأنينة. انت بتخسر فلوسك في حاجات ملهاش لازمة. طب تشتري تشتري اوف بلان مع مين؟ مع مطورين ليهم اسمهم، وهرجع لكم ليهم كدهوت. فين بقى المطورين دول اللي ليهم اسمهم؟ لان في ناس كتبت لي يا مازن رشح لنا اسماء مطورين. بص يعني لصاحب الاسئله، لان هي قررت من اكتر من كذا حد. انا ممكن ما اقدرش ارشحها في الويبينار هنا لسبب واحد، لان المطورين التجاري حاجه، والطب حاجه، والسكني حاجه، والساحلي حاجه. وانا مش حابب اقول الطبيعي الكليشيه المعروف، اقول لك سودك ولافيستا وماونتن فيو وبالم هيلز، ما كل الناس عارفه الكلام ده، لكن في شركات تانية مش معروفه نفس الحجم ولكن هي مضمونه. طب تعرف منين مطور الثقه؟ دي بقى يا استاذ معتز لاهل صبور. شوفوا كل الكلام ده مش موجود في الاهل صبور. اولا بيسلم ثابت الاعمال في الميعاد، مش تسليمه خلاص. ما خلي بالك كل مطورين مصر كلهم هيسلموا، هي قصه بقى في وقتها ولا مش في وقتها. طب تشغيل ثابت الاعمال، لازم تلاقي ثابت الاعمال بتاعته اللي اتسلمت في وقتها متشغله. طب الصيانه عامله ازاي؟ الصيانه في اللاندسكيب والبحيرات واعاده ترميم الواجهات. يعني في بيوت يا جماعه بعد ما الناس تستلمها ب5 و7 سنين تحس ان هي متطربه عليها تراب او في رطوبه. يعني في كومباوند وانا بكلمكم نط في دماغي في التجمع كده من غير ذكر اسمه، الرطوبه ماليه العماير، وهو في مكان عبقري، يعني مكان اعظم مكان شفته كلوكيشن في جولدن سكوير في التجمع الخامس. الشكاوى تكاد، بص ما فيش مشروع في العالم ما فيهوش شكاوى، بس على قد ما تقدر تبقى قليله. يعني على قد ما تقدر اعمار اللي هي رقم طلعت مصطفى اللي هو رقم واحد، في ناس كتيره بتشتكي. فالشكوى مش هقدر اقول لك مش موجوده، بس على قد ما تقدر تقل. العميل اللي بيشتري معاك كسب، دي برضو واحده من العلامات، كسب وبيقرر معاه الشراء. يعني ليه؟ عشان كده في ناس كتيره بتحب طلعت مصطفى، لان اشترت معاه وكسبت فبتقرر الشراء معاه. المطور بيتعاقد مع شركه اداره وتشغيل لها سابقه اعمال وتنفيذ وقويه فعلا. يعني الشركه ممكن تتعاقد انت كمطور يعني مع شركه ليها سابقه اعمال قويه جدا، ليها سابقه اعمال لما حضرتك تنزل وتشوفها لا هتتبسط. فكل ده عوامل تقدر تعرف بيها مين المطور ال ال القوي ومين المطور مش قوي. انا مشكلتي بقى لما استاذ معتز بيتكلم مثلا عن اهل صبور، طب اللي بالبلدي كده شويه من غير يعني تزوق في الكلام، اللي لبس مع الاهلي سبور في مشروع او مشروعين. انا قصتي في اللي راح يشتري معاه تاني. يعني انت عقلك فين؟ يعني الاهلي صبور والمرشدي وفي كام مطور كده لا فوري ولا اوف بلان، وهم في الاول وفي الاخر الناس اللي اشترت وحصل معاهم مشكله هيستلموا. بس القصه كلها يعني يا ريت ده ما يتكررش تاني. طب نقطه كانت برضو اتسالت، الفرص فين في 2026؟ دي الفرص بترتيب، يعني ايه؟ يعني الشقه الفندقيه هتظل رقم واحد في الفرص الاقوى. ليه حاططها قبل التجاري ليه؟ التجاري يا جماعه هيظل الاضخم والاهم على وجه الاطلاق، ده حطه دايما على جنب التجاري ده. بس التجاري ده بيكون اعلى بادجت، يعني اعلى ميزانيه محطوطه التجاري دايما، فحطها على جنب. فالتجاري بره القصه. الشقه الفندقيه دي بقى المزيج اللي ما بين الوحدات السكنيه والفنادق.
الشقق الفندقيه يا جماعه فيها منها نوعين: براندد وسيرفيسد. براندد اللي تبع براند او تبع فندق، حضرتك هنا لا بتمتلكها ولكن لا تستخدمها استخدام شخصي ابدا. انت بتكون تمتلك غرفه او نص غرفه او ربع غرفه في هيلتون او في جراند ميلينيوم. طب هل من حق استخدمها؟ لا. لو هتستخدمها هتستخدمها كزبون، وهتدفع سعرها عادي في اليوم بتاعها. هتحجز على بوكينج وتخش تدفع عادي زيك زي غيرك. فالبراند دي اللي عاوز عوائد مضمونه، على فكره العائد بتاعها مش كبير ولكن هو مضمون. خلاص. طب السيرفيس دي الحلوه قوي، دي حلوه. هي سعرها اقل، بيديك شقق مخدومه زي ما موجوده في الخليج، بتبقى شقق مخدومه. هنا على حسب شركه الاداره والتشغيل، اللي يا اما المطور هيتعاقد معاها وانت ليك الحريه، يا اما انت تشغلها لنفسك، يا اما تتعاقد مع شركه اداره وتشغيل خارجيه. عشان كده كنت بتكلم تقريبا مع استاذ معتز او استاذ محمد مش فاكر، وكنت بقول له في السنين الجايه يا جماعه ما حدش يشغل باله بشركه الاداره والتشغيل، لان هيكون مكانها او بدلها بدل واحده 1000. يعني ايه شركه اداره وتشغيل؟ المطور دلوقتي بيجي هيبني حته الارض دي تجاري مول. الاهم من اللوكيشن، صدقني اللوكيشن ما بقاش اهم حاجه في المعادله. الاهم هو مين اللي هيشغل لي الموضوع. مين اللي هيشغل لي الموضوع؟ اللي هيشغل لي بيبقى يتعاقد مع شركه اداره وتشغيل، هي اللي بتتولى القصه كلها. بتيجي معاه في الاول خالص تقول له لا مساحه المول ده لا محتاج يوسع، السقف محتاج يعلى، ده مش عارف محتاج تبقى عامله ازاي، دي تبقى محتاجه تبقى عامله ازاي، لان هي بتيجي بالبراندات بتاعتها. فعشان كده وهو حضرتك بتشتري المحل بيقول لك يا باشا انت مالكش دعوه باداره التشغيل. ليه؟ لان لو ساب لحضرتك فكره ان انت تاجر، هتفتح يختلط الحبل بالنابل. انا هفتح، انا لقيت واحد جزار قال لي عاوز اجر منك يا باشا خش مش هتدفع، في واحد تاني بتاع محل عطور جنبك، اي حاجه مهم نأجر. فده اللي بيضرب المشاريع. يعني في واحده من اهم المشاريع اللي كانت موجوده في المعادي كان اسمه جراند معادي باين حاجه كده، وكان في المعادي وكان مشهور قوي في التسعينات واوائل الالفينات، بعد كده باظ خالص. ونفس الكلام في مول تاني كان موجود في وسط البلد قبل الثوره، كان ليه شنه ورنه وبعد كده خلاص. عكس تماما بقى سيتي ستار. سيتي ستار في لوكيشن مش قوي، ولكن اللي بيحركوا شركه درايه والتشغيل. فالشقق الفندقيه بيجيب لك شركه ضرايب التشغيل هي اللي بتشغل لك ده. طب بتتفقوا معاها على نسبه وبتاخد هي النسبه بتاعتها. المشروعات الساحليه اللي هو الساحل الشمالي طبعا، ويفضل يا سلام لو ساحلي فندقي، لو ما فيش يبقى ساحلي بس. بعد كده الوحدات التجاريه هتظل هي رقم واحد. طب في حاجه كده بسبب الفتره اللي فاتت، يعني الواحد سمع اللي بعد الشر في الحرب، او سمع الاخبار بدات تتقال تاني اللي فيه قصف وفي على الامارات امبارح والنهارده الصبح. بيبقى فيها يا جماعه حاجه اسمها منحنى التغيير والتكيف. هنا بتبقى الموضوع كله انت اول ما بتسمع. عشان كده في ناس في الفترات دي بتروح تيجي تشتري. يعني ليه الفترات بتاعت الازمات بتبقى محببه لبعض الناس للشراء؟ لانه عارف المنحنى ده. المنحنى ده يعني بيدرس في كل حته لها علاقه بالمبيعات. اول ما اي خبر وحش بيحصل صدمه فانكار، فالناس بتخاف، فاول الناس بتخاف بتبدا تعمل قرارات معظمها غلط تحت بند الخوف وتحت بند الرعب، فتبدا تتنازل عن حاجاتها. ففكره الدبريشن والاحباط هنا بتلاقي كميه ناس فاهمه ده، زي كورونا ابسط مثال كلنا عشناه كورونا. فتبدا ناس تعمل فلوس من مرحله الاحباط دي. فنفس الكلام هتلاقي في فتره تحس ان ما فيهاش حد هيشتري. هتلاقي هنا واحد زي نجيب ساويرس. انا مش بقارن، انا ما بقارن نفسي مثلا بنجيب ساويرس، ولكن انا بدي بس مثال. راح في الوقت اللي فيه الامارات بتتضرب، وراح زود مساحه الارض اللي هو عاملها ما بين ابو ظبي والامارات، راح زود المساحه بتاعتها. الكلام ده من يومين ثلاثه. ليه؟ لانه هو عارف ان الازمه دي مهما طالت هتنتهي. فعارف ان هو وقت الازمات بيشتري باقل سعر عشان يطلع. مشكلتنا اللي احنا بنيجي نبيع في وقت الخوف باسعار قليله جدا وبنشتري بالغالي قوي، فبنعملها غلط لانك انت مش فاهم ده، مش فاهم انك انت هيجي لك صدمه فتنكر، فيجي لك غضب، فالغضب والخوف فتخليك تتصرف تصرفات مش منطقيه فتخسر فيها. فكل الهدف من الشكل ده دلوقتي ايه، او المنحنى ده ايه، انك تبقى فاهم السوق. ان في فترات
اللي تحس ان الدنيا فيها نايمه، صدقني ده بيبقى افضل وقت اللي انت تاخد فيه قرار. سواء بقى بتكلم قرار بقى في البيزنس عندك، سواء قرار في الحياه او سواء قرار في الشراء، يعني ده في المطلق. ففكر فيها، واقعد تفكر في كده الاحداث اللي حصلت طول الوقت، مهما طالت المده مسير الدنيا ترجع تاني وتقوى تاني، عشان بعد كده تنزل تاني. فهو منحنى طالع نازل، يقول لك ما بعد صعود من هبوط، ولا ما بعد هبوط الا من صعود. فدي جزئيه بس كده حبيت انوه عنها. في كان حد سالني على الريسيل. بص يا فندم، يعني كان اللي سأل على الريسيل، احنا برضو في بيبقى في جروب كده، تقدر حضرتك تحط اليونت بتاعتك وبنعرضها من خلال الناس اللي جوه الكوميونتي. طب ازاي بقى نسعرها اصلا؟ يعني حضرتك عاوز تسعر الوحده بتاعتك، في عندك ثلاث طرق. اول حاجه، سعر الوحده عند المطور كاش، بنعرف سعر الرسمي عند المطور كاش كام النهارده وبننزل عنده. خلاص. تاني حاجة، بنقارن مع المطورين الجيران اللي حواليك. يعني ايه؟ مش في الكومباوند بتاعك، لا، في الكومباوندات اللي حواليك، من اتنين لتلات كومباوندز بنقارن ما بينهم. تالت حاجة، بنشوف اوليكس، على اوليكس وبيوت ودوبيز الوحدات بتتباع بكام، وبنشوف خدمة العملاء عند مشروع بتاع حضرتك دلوقتي اتباع بكام. يعني ايه؟ بكلم خدمة العملاء وبتسألهم، على فكرة هو بيقولوا لك يا جماعة الوحدة ديت عندنا اتباعت آخر مرة ريسيل ب 2 مليون، فخلاص فأنت عرفت ده سعر التنفيذ. سيبك من سعر الشركة النهارده، السعر الشركة بتباع كام، لأن التسعيرات اللي بتقدمها الشركة حضرتك مش هتعرف تقدمها. ونصيحة يا جماعة، مفيش وحدة مميزة التميز الخارق عن اللي جنبها، يعني لأن اللي فوقيها عندها نفس التميز بتاع اللي تحتيها عادي يعني. طب بالنسبة للناس المتعثرة، أنا في حل دايما بقوله، أنا شايف إن الحل للمتعثرين هي الشراكة. يعني إيه الشراكة؟ أنا النهاردة متعثر، والشركة هتاخد مني الوحدة وتفسخ مني الوحدة وترجع لي 10%، وتخصم 10% من ال 10% من توتال السعر. يعني لو هي مثلا ب 10 مليون، انا جيت تعثرت في الاول ودفعت لغايه مليون ونص وتعثرت خلاص، فالواحد الشركه هتعمل ايه؟ هتاخدها وهتخصم 10%، هيبقى لها 500,000 جنيه، وال 500,000 جنيه دول يا ريتهم هتاخدهم كاش، انت هتاخدهم على اقساط. فانا بشوف ان الحل هنا حد من الدائره القريبه بيخش يشاركك في الاقساط. يعني قسطك كان كل كوارتر 150,000 مثلا، وانت دافع كام؟ دافع مليون ونص. فاذا الشخص اللي هيخش يدفع 150,000 جنيه ده هيدفع لمده 10 كوارترات، يعني اولموست سنتين الا كوارتر. بعد السنتين الا كوارتر او بعد العشر اقساط ديت، تقدروا تخشوا مع بعض، يكون انت اولا وقفت نزيف الدم اللي بيحصل. تاني حاجة توازنت تاني، يعني بعد سنتين أكيد إن شاء الله هيكون الوضع اتغير. تالت حاجة، لما هو هتيجي تدفع بعد سنتين ال 150,000 كل واحد 75,000 جنيه، هتبقى الموضوع أهدى كتير. لكن أنا ما بفهمش، وعشان كده الدنيا بتقف، أنا ما بفهمش حضرتك متعثر ما ينفعش تكسب. يعني خلينا نكون متفقين وخلينا نكون صراحة. أنا بكلمكم من وجهة نظر العملاء اللي بتيجي تشتري منك. هقول لك يا باشا، ما هو كده كده غرقان غرقان. فبدل ما يستغلك وتحس باستغلال والكلام ده، لا، خلينا تتلعب مباشرة. يا باشا انت هتخش وتشاركني فيها ونقسمها، ولما يحصل نصيبها، سواء نستخدمها كنجارة او نستخدمها كنباحة او ايا كان، يحلها الف حلال. فده كده الحاجة بتاعت الرسيل. خلاص. طب في بعض الشركات اللي كانت نازلة في لونشات في الساحل الفترة اللي فاتت وفي العاصمة، واحده زي شركه ميركون ده يا جماعه، الشركه منزله في العالمين عند فندق ريكسوس، في اول العالمين عند مارينا 7 بظهرها كده، في حاجه اسمها لسان اللي هو جزء ممتد كده جوه الميه، شاليهات استلام فوري كلها، استوديو وغرفه وغرفتين وثلاث غرف، كلها استلامات فوريه. بص يا جماعه، هي مش فوريه، انت هتستلمها السنه الجايه، بس هي مبنيه وبتسلمها متشطبه بالتكييفات بالاجهزه. بتبتدي من 10 مليون و15 مليون و20 مليون، وفيها تقسيط. كل ما بتدفع مقدم بتبقى فيه تقسيط على 20 على سنتين وثلاث سنين وخمس سنين او 5 سنين اقصى حاجه. فميركون هي ممكن يكون سمعت شفتوا اعلاناتها الفتره اللي فاتت، دي فيها استلامات فوريه. اتلا ايبراري دي شركه قبل قدام قدام مراسي. HDB عندها فيز جديده نازله برضو جوه مارينا 5 ومارينا 8. مدن دي قدام الحي اللاتيني.
سراء دي في الساحل القديم، مرسى باغوش دي في سيدي حنيش. دي حاجات لونشات. برضه اللونشات الناس كانت سالت على العاصمه الاداريه، اللونشات اللي نازله فيها ايه: سي سي ار، دي شركه اسمها سي سي ار، نيو ايفنت، دي اي جي، الكابتن، ايدج ستون. يعني م- مش اقوى الشركات اللي نازله، بس يعني كان في حد كان سالني على فكره يعني فكره اللونشات. اخر حاجه لكل اللي حابب، يعني يعتبر كده خلاص لغايه ما اخد اسئله حضراتكم بقى. انا بكون عامل لينك هيتبعت لحضراتكم دلوقتي، اللي حابب يخش اي استشاره فور فري، حابب يتكلم في تفاصيل اكتر مش واضحه له، انا هبعت لحضرتك لينك دلوقتي. اللي حابب يحجز الاستشاره فور فري نتكلم بتفاصيل اكتر في اليونت او في حاجه تخصه، نستخدم الاكسل شيت تاني براحتنا. في سؤال عند حضرتك ممكن ما اعرفش اجاوبه دلوقتي، او مش هعرف اجاوبه دلوقتي. فيبقى الاستشاره ديت فور فري، نقدر نتكلم فيها براحتنا. لو عندك اي حاجه انا تحت امرك، ودي هتبقى مدتها تلت ساعه، نقدر نتكلم فيها زي ما انت حضرتك حابب ونتكلم فيها براحتنا. فلو في حد حابب اي سؤال، اي نقطه مش واضحه، انا تحت امرك. لو في اي سؤال انا معاكم. طيب، هو كان في حاجة بالنسبة للحي اللاتيني في العاصمة. ما هو في قبلي وبحري، فاللاتيني انهي بالظبط؟ تمام، فدي نقطة برضو انا محتاج اعرفها. آه، طب ايه هي المشروعات اللي ترشحها لنا في الساحل يا استاذ مازن؟ بص يا استاذ محمد، يعني هي في الاول وفي الاخر يعني ليها علاقة بالميزانية شوية، خلاص عشان اكون صريح معاك. مم. آه، بس في دايركشن وايد. انا بتكلم بقى بغض النظر عن الميزانيات، يعني انا بتكلم بغض النظر عن الفلوس. خلاص. بره بقى، بره طبعا سودك ولا والاسماء الكبيره المعروفه. في دايركشن وايد، في القمزي. آه الرقح فيها حاجات حلوه. آه سولت في تطوير عندها بقى المشروع برضو حلو في مارينا وكده. آه مم، بص انا ممكن اقول لك العكس، ممكن اقول لك مشاريع تبعد عنها. يعني ده هيبقى لان ساعات يا في ريت. مشاريع حلوه كتير يعني. بص، مارسيليا ده واحده كده من الشركات، وانت معدي كده ما مالكش دعوه بيها. آه انا ما بحبش الشركات اللي فيها عدد الشاليهات. يعني في شركه، والله نسيت اسمها وانا بكلمك دلوقتي، فيها اكتر من 7000 وحده. بص، ده رقم خزعبلي، يعني ده اه، رقم. 7 في الصيف دي مش هتعرف تشوف بحر اصلا. لا، هو سيبك من البحر يا جماعه، ما يعني من الاخر كده، البحر بيتباع لكن ما بيتشافش، يعني هي بيعه، ولكن هي على ارض الواقع انت مالكش علاقه بالبحر. مم. فمارسيليا والشركه دي والله نسيت اسمها وانا بكلمك دلوقتي، راحت من على بالي. مش من احسن الشركات. شماسي برضو شركه اسمها، يعني مشروع اسمه شماسي في في سيدي عبد الرحمن. آه، بص، هيظل. انا بتكلم في الشركات اللي هي ايه، مش ايه بلس وبي وبي بلس. هيظل تطوير حلوه. آم، هيظل قمز حلوه، يعني مشروع حلو قوي 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 يعني. هيظل الرقع من المشاريع الحلوه. دايركشن وايت من المشاريع الحلوه طبعا. هايد بارك يعني مشكله هايد بارك ان المرحله اللي نازله بيها سعرها يخطف مقارنه باسم هايد بارك. يعني مش قصدي اللي هي حاجه رخيصه، بس يعني مقارنه بهايد بارك، ف 11800 بالنسبه لهايد بارك ده سعر قليل. آه لكن كاستخدامات مش هتبقى اكتر حاجه تبسطك يعني. يعني بعد كده الاسماء الكبيره طبعا حدث ولا حرج. شغل حضرتك تسلم. اه، الرسالة الحاجه متسجله، اه،
حاجه مسجله، مفيش مشكله. حضرتك بتسالي بعت رقم، طبعا مفيش مشكله. بس في في قطر، تمام. والميتنج ريكوردد. ف انا اتشرفت بحضراتكم، واللينك اتباع كده كده عند حضراتكم، اللي حابب اي استشاره او اي سؤال انا تحت امره. وانا اتشرفت بيكم جدا، ومعلش لو كنت طولت على حضراتكم. ورب تكون الناس استفادت حاجه، ولو حاجه صغيره، انا كنت بالنسبه لي مبسوط جدا. واشوفكم على خير. واللي حابب اي حاجه، اللينك موجود مع حضراتكم، وانا موجود على رقم على الواتساب. وشكرا جدا لحضراتكم، واسف جدا لو كنت طولت. شكرا لكم. شكرا يا مازن بيه، شكرا. شكرا، تسلم. شكرا.